انت نفسك ممكن تطلع نصاب، مهلنيش ان انا ادخل الكليه دي. وصل. فلما دخلت الكليه لا، اللي هو انا حاسس ان المكان مش مكاني، يعني انا حتتي مش هنا. بس خليك متأكد من حاجة، ان 99% من الكونتنت الموجود على اليوتيوب هو مش يعني بيديك البيزكس. كل رحله نجاح في قمه وفي قاع، واللي بيفرق بينهم هو اللي بيفضل مكمل رغم الصعوبات اللي بتواجهه. انا امير اشرف، وده بودكاست قمه وقاع، اللي بنتكلم فيه عن ان مفيش كليات قمه وكليات قاع، وان مدى نجاحك في مستقبلك متوقف على حاجتين: مدى توفيق ربنا ليك، ومدى سعيك واجتهادك انت. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع السير اسلام خلف ان ازاي ممكن كلية معينة تكون ضامنة لمستقبل باهر وناجح، ولو ما شفتش الحلقة تقدر ترجع تشوفها دلوقتي. انما النهاردة خلينا نخرج بره اسوار الجامعة ونشوف هل فعلا مهارة معينة تقدر تضمن لك دخل ثابت وكارير مستقبلي باهر ولا لا. النهارده هيكون معانا الباشمهندس محمد قطب، واحد من اشطر الناس اللي ظهروا على الساحة مؤخرا في شغل الماركتينج والميديا باير. ازيك يا قطب؟ ايه حبيبي الاخبار؟ يلا، كله تمام والله الحمد لله. خلينا نبدا معاك برايك في البودكاست وفكره كليات قمه وكليات قاع. بص، هي الفكرة جميلة جدا وانا بدعم اصلا الحاجات دي، وحتى شغلي وفي كل الحاجات اللي انا بعملها في شغلي انا دايما بدعم الشباب بالذات اللي هم داخلين الكليات وهكذا في اي حاجة هم بيعملوها حرفيا. فلا انا بدعم جدا الفكرة بتاعتك والكونسبت اللي انت داخل بيه بصراحة جامد قوي. بس هل ده معناه ان احنا ضد التعليم؟ يعني انا لما اجي اقول لحد ركز في الشغل، ركز في انك تبني نفسك، انك تتعلم مهاره، الكليه اللي انت دخلتها على قد ما تقدر، لا مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، كله زي بعضه، فركز في حياتك الشخصيه اكتر. هل كده احنا يعني بننشر فكره ان احنا ضد التعليم او ضد الجامعه عامه؟ بص يا صديقي، انا وجهة نظري في الموضوع ده هي مختلفة شوية او مش مختلفة، هي مع زي ما الناس بتقول عموما، بس عندي ملحوظة صغيرة. تمام. في ناس ربنا بيوفقها وبيديلها المجموع فعلا اللي تخش بيه الكلية اللي هي حباها، وسبحان الله تلاقيه بعد ما دخل الكلية اللي هو حبها، هو تلاقي اصلا يعني مع مرور الوقت وهو متعمق في الكلية تلاقي ميوله راحت لحاجة تانية وبدأ يتفوق ويعلى فيها. وممكن واحد اصلا يجي المجموع بتاعه يخش الكلية وتلاقيه بدأ ينجح في الكلية وتطور فيها اكتر وبدأ من مميزين قوي في الكلية وبيجيب درجات عالية والكلام اللي انت عارفه ده. تمام. فالفكرة كلها مش في المجموع او في الكلام ده كله، هي الفكرة لو ربنا ما كرمكش ودخلت الكلية اللي انت حاببها، تمام، اللي هو دخلت كلية تانية او المجموع فرض عليك كلية تانية، فخلاص ده امر واقع وحصل عليك، فتبدأ تخش او تختار الكلية اللي انت شايفها من وجهة نظرك انسب ليك. طيب في الحالة التانية اللي انت المجموع بتاعك وخلاص انت جاب لك كلية جامدة، بس انت مش عايز تخش الكلية الجامدة دي، وانت اكيد ده بيحصل قدامك كتير، ان انا اصلا انا جايب مجموع عالي والاهل بيفرضوا ان انت تخش كلية معينة. دي السيناريو ده بيحصل مع ناس كتير قوي. هرجع اقول لك تاني، مهما كان مجموعك جامد او قليل، اختار الحاجة اللي انت بتحبها وعندك شغف ليها عشان تتميز فيها. انا ده بالنسبة لي خلاصة الفكرة دي. تمام، بس دي في اه. حالة ان انا جايب المجموع تمام اللي يأهلني ان انا ادخل اي كلية انا عايزها، او الكلية اللي انا بحلم بيها. تمام. في حالة تانية بقى ان هو انا ربنا ما وفقنيش ان انا جبت مجموع معين. فهمتك، فبتبقى داخل المكان مش حاسس ان هو مكانك بالظبط، والدنيا دي يعني كلها. انا اتذكر لما جيت ادخل الكلية انا ما كان نفسي ادخل كلية معينة طبعا، تمام. ومجموعي ما اهلنيش ان انا ادخل الكلية دي. وصل. فلما دخلت الكلية لا، اللي هو انا حاسس ان المكان مش مكاني، يعني انا حتتي مش هنا، الناس دي مش شبهي، امم. الجو عامة مش لطيف ومش ليا. مساعدك وانت رايح اصلا متضايق. بالظبط، بالظبط فهمتك. وعشان كده بدأت ساعتها ان انا لا، الكلية مش الأولوية عندي. بدأت ان انا ادور على مهارات بره اصلا. بالظبط تمام، فاهمك بدأت فاهم. بقى ان انا اشوف المونتاج شوية، اشوف الجرافيك شوية، اشوف الكتابة شوية، لغاية ما وصلت ايوه. لمهارة الميديا باير. كانت اصلا فهمتك. بالظبط. لا انا عايز اقول لك ان هو دي فهمت. الفترة، يعني انت بعدها بفترة مم. نزلت الكورس بتاعك. تمام، كنت انا فعلا اشتغلت اصلا بيها. تمام. فهمتك جدا اه. انا عايز اقول لك ان انا اتعلمت انا في سنه اولى برضو، مم. الدنيا ما كانتش رايقه قد كده. تمام، فكنت بشوف ايه اسرع حاجه اقدر ان انا تدخل بقى اتعلمها بالظبط، بالظبط اه. وبرضو مش محتاج امكانيات ومش محتاج دي مبالغ حقيقة فعلا. كتير. صح. فانا دخلت على اليوتيوب وبص لقيت يعني كورسات مم. كتير على اليوتيوب، واتعلمت وبدات فعلا اعمل حملات لوحدي، وبدات ان انا امسك شغل الناس وكده. بس في يعني انت عارف الدنيا كل شويه بتتطور. بالظبط تمام، اه اه. فانا في والتطورات تريكات. كتير قوي في المجالات بتاعتنا. بالظبط، انا في تريكات بقى قعدت ادور عليها. مم. تمام، عشان اطور من نفسي، وخدت بقى اكتر من كورس مدفوع لغايه ما فهمتك وصلت للكورس بتاعي. حبيبي. تمام حبيبي. ففي تريكات فعلا هي بتبين انت شاطر
ولا اي دي حقيقة كلام. بالظبط، الاستراتيجيات والحاجات اللي بنشتغل بيها، الفكرة نفسه تقصد. بالظبط. انت دايما اليوتيوب دي مشكلة، ودي انا عايز اتكلموا فيها. اليوتيوب عليه ناس جامدة جدا ومميزة جدا، بس خليك متأكد من حاجة، ان 99% من الكونتنت الموجود على اليوتيوب هو مش يعني بيديك البيزكس، بيعلمك ميديا باينج، بيعلمك ازاي تعمل اعلان، ازاي تلونش كامبين، فاهم قصدي؟ الاعدادات ازاي تظبطها، الاستراكشر بتاع مدير الاعلانات، ازاي تدفع، الكلام ده كله هو كده كده بيبقى مشروح. بس ايه بقى اللي مش بيكون مشروح؟ الحاجات اللي ورا الكواليس بقى، الحاجات اللي احنا بنشوفها كل يوم. وصل فكرة، اللي هو الاستراتيجيات والحاجات اللي احنا بنشتغل عليها، واللي احنا كريتناها بناء عن خبرة واخطاء احنا وقعنا فيها. ده بقى الجزء اللي كلنا مفتقدينه في اليوتيوب. خلينا ارجع لك تاني في الحته اللي كنا بنتكلم عليها، ان انا لما دخلت الكليه انا لقيتها مش مكاني. مم. وفعلا انا بدات اخد كارير خاص بيا ومستقل تماما عن تمام. الكليه، علشان في الاخر اكتشف ان هو يعني السؤال انا سالته من الاول غلط. مم. يعني انا لما دخلت الكليه في سنه اولى انا سالت نفسي ده مش مكاني، فين مكاني؟ وبدات ادور في مجالات كتير، وكل مجال بخشه صح. افضل فيه شويه واضطر ان انا اغيره كده، وتقعد تاخد كورسات وتعيد نفس الدايرة تاني لغايه ما اتعلمته. وفي النهايه اكتشفت ان انا كل اللي مم. اتعلمته ده علشان يفيدني لازم اصبه في مصلحه الكليه. صح. وفعلا فادني كتير كتير جدا جدا في الكليه، وفادني كمان. يعني احنا شغالين دلوقتي على مشروع الكليه، فايدني مم. جدا في مشروع انت التخرج بتاع فاهم، انت فاهم الكليه. بيزنس وتسويق، فانت عارف بالظبط. ازاي تكريت بالظبط. البروجكت بالظبط، فهمت. فاكتشفت ان السؤال اللي كان المفروض ان انا اساله لنفسي، او اي حد داخل كليه هو شايف ان دي مش صح. مكانه، صح. هو اكيد مش محطوط هنا بلا هدف، اكيد ربنا حطه لسبب. فكان السؤال الصح اللي المفروض اساله لنفسي ان انا المفروض مم. محطوط هنا ليه، انا اقدر اضيف ايه للمكان ده، او المكان ده هيضيفني ايه. مش ان انا المكان ده مش مناسب ليا ده فابدا حقيقي. ان انا ادور في مجالات بعيده عنها، تمام، وانسى خالص الكليه. ده حقيقي. بص يا صديقي، انا بالنسبة لي كل واحد فينا يعني بيبقى عنده اختبار في حياته عموما، تمام. الاختبار ده انت مش اختبار واحد، بيبقى في اختبارات في الحياة عموما، فمثلا اختبار الكلية ده بيبقى من ضمن الاختبارات. ساعات بتاخد اللي انت عايزه، بتختار اللي انت عايزه وبتخشه، وساعات ما بتخشش. بس الفكرة هنا في حاجة، ان انت على فكرة مش لازم دايما تسأل هو انا ليه ما دخلتش الكلية دي حكمة من عند ربنا. وبنكتشف الحكمة دي دايما، كلنا بنكتشفها في النهاية. يعني ايه؟ بعد ما بتمر الاحداث والمواضيع والدنيا بتمشي، بتكتشف في نهاية الموضوع، ايه ده انا كنت تعبان عشان ما اروحش في الحته كذا فابقى في الحته كذا. ايه ده انا دخلت كليه كذا علشان اصلا، يعني دخلت كليه كذا عشان ربنا كاتب لك في نهايه الطريق ده ان انت اصلا ممكن تفتح شركه جامده قوي قوي في المجال ده. وصل الفكره؟ يعني هي دي رسمه ربنا ليك، ما تقعدش تسال ايه الرسمه. هو ربنا بيقول لك ايه؟ اجتهد واسعى وجرب واشتغل واعمل، ومالكش دعوه باللي جاي. وصل الفكره؟ بالظبط. انا نفس الخنقه كانت عندي، نفس الخنقه على فكره في حاجات تانية، حتى وانا في قلب الكليه اللي انا مختارها وانا حاببها. انا داخل الكليه عن حب اهو، صح كده؟ تخيل بقى ان انا وانا في قلب الكليه انا مش حابب الكليه. يعني انا واحد، انا مجموعي جاب لي اعلى حاجه واقدر اختار اللي انا عايزه، واخترت اللي انا عايزه بالفعل ودخلت، وفي الاخر انا مش حاسس ان ده المجتمع بتاعي ولا البيئه بتاعتي. يعني حتى مع اختياري للكليه اللي انا عايزها برضه ما دخلتش اللي انا يعني ما حبيتش البيئه بتاعتي. بالظبط. فالسؤال هنا فعلا الاهم اللي انت المفروض تساله لنفسك، مش وقت دخولك كليه بس، ده في حياتك عامه، هو انت ليه هنا؟ وده بالظبط. السؤال اللي احنا هنسأله لك دلوقتي. قول. انت ليه هنا؟ انت هنا علشان تمام. تبدأ تعرف المجال او المهارة، حلو قوي. او احنا عايزين اللي يشوف البودكاست ده هو قادر بعد ما يشوفه ان هو يبدأ فعلا يشتغل بيه، فهمتك جدا. ويبدأ ان هو لما ياخد الكورس بتاعك يبدأ بقى ان هو يطور التريكات اللي انا كنت بقول لك عليها دي. فهمتك جدا. فاحنا عايزين سريعا تعرفنا، تمام، يعني ايه ميديا باينج اصلا؟ بص، انا هعرفك يعني ايه ميديا باين كل حاجه، بس بعد ما اعرفك هيبقى في ملحوظه هي الفيصل في المجال ده كله. يعني هي اللي بتقول انت اصلا هتكون من مميزين ولا انت هتكون واحد عادي خالص. بالذات مع في الفتره دي بالذات، ان في تحديثات كتير قوي في الميتا وكل المنصات الاعلانيه. فده اللي احنا هنقوله ان شاء الله. الميديا باينج بكل بساطه هو انت بتشتري اعلانات، انت الشخص اللي بيشتري اعلانات، عامل صاحب بيزنس، بيزنس كويس وعامل منتج كويس ومحتاج ان المنتج بتاعه يتشاف، تمام. عشان يبدا يجيب مبيعات. خد بالك ده الهدف الاساسي لاي صاحب بيزنس، اللي هو في الاخر يجيب مبيعات. 99% من اصحاب البيزنس الهدف الاساسي مبيعات. بتلاقي بقى في 1% اللي هي الشركات العملاقه والكبيره بيبقى هدفها حاجه تانية خالص، اللي هي تعمل براندنج، اللي هي تتشهر وتتعرف. هي كده كده مبيعاتها مظبوطه وهكذا، فتبقى على حسب الاهداف بتاعت كل شركه والخطه اللي انت بتستلمها من الاداره التسويقيه بتاعت الشركه دي. فبكل اختصار الميديا باير ده وظيفته ان هو
يعني هو بيعمل حاجه من اتنين، تمام؟ او مش هو بيعمل الاتنين. هو وظيفته ان هو يشتري اعلانات او يدفع فلوس اعلانات ويبدا يحقق لك اعلى عائد على الاستثمار باقل ايه، معدل صرف في الاعلانات. اقل تكلفه. اقل تكلفه بالظبط. انت دي وظيفتك، اللي انا ازاي اخلي البراند بتاعي يتشهر ويعمل مبيعات جامده قوي ويحقق انفستمنت اللي هو يعني عائد على الاستثمار بتاعه كبير باقل حرفيا معدل صرف. هو دي التركيبه بتاعتك، دي بتاعتك انت، تمام؟ نيجي بقى هنا للمشكله الكبيره. ايه بقى المشكله اللي بيواجهها كل الميديا بايرز الفتره دي؟ ان 99% بتلاقيهم داخلين المجال بيتعلموا البيزكس، الاساسيات. تعلم مش بلاش البيزك، بيتعلموا المستويات المتقدمه، كل حاجه في مدير اعلانات بيبقوا عارفينها، بس ده مفيش الفكر. هتقول لي طب حلو، انت بقى كشخص بروفيشنال او شخص محترف، انت بتجيب الفكر ده منين؟ طب خلينا قبل ما قول. نخش النقطه ديت قول. نخش في سؤال يجي في ترتيبه قبل النقطه دي. قول معاك. ان انا ليه اصلا ادخل المجال؟ فهمتك. بص، هو بعيدا عن المغريات، المجال ده فيه ارقام فلكيه يعني كده كده، لان انت بتتعامل مع اصحاب بيزنس. هو ده الحاجه الاساسيه اللي بتخلي اي واحد يختار اصلا اي مجال يخشه، المبالغ الماليه اللي بياخدها، صح كده؟ طيب المجال ده فيه مبالغ ماليه ضخمه، بالذات لما تحقق للعملاء بتوعك نتائج جامده، لان انت بتتعامل اي بيزنس انت بتتعامل معاه بيبقى الارقام اللي بيدخلها بالملايين وارقام كبيره، فاوتوماتيك انت الشخص اللي بيجيب للشخص ده الفلوس. وصل الفكره؟ تمام. فاوتوماتيك لو انت شاطر، انت بتاخد مبالغ ضخمه جدا وملهاش سقف. يعني هي ملهاش سقف، انت وقدرتك وانت وشطارتك. ماشي، بس يعني دي اه. برضو مش موضوع مغري قوي. يعني انا لو فهمتك. شاطر في اي مجال انا هقدر ان انا دي حقيقة. اعمل انا برضو انا ارباح بقول لك فلكيه. الجزء الاولاني بس، اللي هو الجزء بتاع الماليه، لان ده اكتر حاجه اي حد بيختار المجال علشانها، تمام؟ الجزء التاني ان المهاره دي بصراحه هي مش لاي حد. المهاره دي ممكن تجيب لك الضغط وتجيب لك القولون وتجيب لك كل اللي انت نفسك فيه، من كميه القلق اللي بتحصل والتوتر، لان انت معاك بادجت ناس انت اللي بتتحكم فيها، تمام؟ اللي يخش المجال ده شخص واحد بس، هو حابب البيزنس والتسويق. انا ده اللي انا شايفه، تمام؟ بغض النظر ان هي مهاره الريت بتاعها عالي في الفلوس وفي كل حاجه، غير ان هي مش هي سهله في التعلم بس صعبه جدا 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 تطوير. في التطوير والتنفيذ. انت سهل تخشها باقل الامكانيات. يعني بص، هي مغريه، حاجه مغريه تشدك. انت مش محتاج جهاز بامكانيات عاليه، انت مش محتاج حاجه اصلا، ده اقل جهاز ممكن تشتغل بيه، تمام؟ التليفون. ومش محتاج، يعني انت تقدر تخشها وانت مش دارس انا اصلا. بداتها بالتليفون شفت اصلا. انت قلت ايه بالظبط؟ كمان انت مش مضطر ان انت، يعني انت كبدايه وانت مش فاهم حاجه، مش مضطر منك تدرس علم مثلا او حاجه جامده قوي قبل ما تخشها. يعني مثلا انت لما تخش كليه مثلا زي حاسبات ومعلومات مثلا، بتدرس الاول ايه اساسيات البرمجه وما اعرفش والكلام ده كله. لا، انت ممكن تدرس مدير الاعلانات ده كله حرفيا في 3 4 ايام كله، وتحترفه كمان. وصل طب الفكره؟ انت عارف انا اه. دخلتها ازاي او بدات اتعلمها ازاي ازاي؟ بقى؟ انا حرفيا اترفدت من شغل الصبح بدات فيها بالليل بجد يعني. وبعدين انا ايه؟ ما يا نهار ازرق. والله يعني انا ما عنديش الصبر فهمت. ان انا اتعلم وان انا حصل. اقعد اسمع الكورس كامل او دي ساعه حقيقة. كامله. دي حقيقة. انا عايز اتعلم اي حاجه في الدنيا، يلا يا تدخلك باشا. فلوس لا بالظبط. مش قصه تدخل لي فلوس، اشتغل فيها تشتغل فيها ان بالظبط. شاء الله لو من غير فلوس، بس انا لو مش بطبق عملي صح. ما بعرفش اشتغل فيه. هي فعلا مغريه. انا فعلا جيت انا وصل لي رساله ان المكتب اللي انا كنت شغال فيها او الشركه اللي كنت شغال فيها مم. هي حبت انها تغير نشاطها اصلا. بالظبط. ده وفجاه يعني احنا سبحان الله. صاحيين يوم ولولا الاثنين. وهي لو ما غيرتش نشاطها احنا ما كناش بعدين مع بعض دلوقتي. بالظبط احنا صاحيين يوم الاثنين بالظبط. الصبح وكان اجازه، مش فاكر اجازه لايه. فهمت. فجاه قال لك ان الاسماء دي كلها اتصفت، مم. وطبعا اللي فضل حبه محاسبين اللي هم عادي يخشوا في الايه، في النشاط الجديد. فهمتك جدا. ايوه. تمام. فانا خلاص انا ساعتها اصلا وانا في الصرف يعني صريف شويه، فخلاص انا ساعتها اقل من 10 ايام انا خلاص هبقى على الصفر الدنيا تبوظ. بالظبط. حلو. تمام. فهمت. فبدات بقى ان انا ادور مم. ايه اسهل حاجه اقدر ان انا ابيعها، تمام، وازاي ابيعها. تمام. تمام. حلو. لغايه ما اكتشفت لا في حاجات كتير اقدر ان انا ابيعها. مم. طب ازاي بقى ابيعها؟ هل هنزل بقى الف في الشوارع او وصلت. اكلم صحابي او الكلام ده؟ بدأت بقى تسمع عن الايه؟ ظهرت بقى عن قدامي الميديا ايه. باي. انا لعلمك انا اه. اتعلمت حاجات كتير او مش اتعلمتها كامله، مم. بس بدات فيها قبل حوار الميديا باينج ده. تمام. وقبل خدت طبعا خلفيه بالظبط. بالظبط. وقبل كنت زي ما تقول مهاره انا بحاول اتعلمها. يعني انا فهمتك. دخلت في المونتاج والجرافيك وكل الحاجات دي، مم. بس طبعا الحاجات دي كانت عايزه تكلفه في الاول. يعني انت عشان تقدر تمنتج انت محتاج صح، لاب محتاج لاب بمواصفات كويس معينه بالظبط. تمام. فخلاص انا سبت شغلي، ما عادش بقى فيه الرفاهيه ان انا لسه اتعلم. يعني انا فهمت. لما كنت بتعلم كنت باخد اللاب بتاع واحد صاحبي اسمه احمد رفعت، يعني يا دوب ان انا بس اعمل عليه تمشي فيديوهين بالدنيا. 3، فهمت. تمام، واديهوله تاني. فخلاص وصل. بقى انا كده سبت شغلي، هتدوس في ايه بقى؟ فمش هينفع اخد منه اللاب على طول، بالظبط. فهدوس في ايه لغايه ما واحد صاحبي دلني على
قال لي بص انت تقدر تعمل سبونسر على الفيسبوك، ايوه والسبونسر ده تستهدف بيه عملاء، حلو تمام، للفئه اللي انت عايزها، جميل قوي. تمام، ومن خلالها تقدر تبيع. ودي بقى كانت الانطلاقه بتاعتي. هو فيديو 5 دقايق على اليوتيوب. اه والله مش يعني. الدرجه دي. والله لا، كان اقل من انا فاهم. بس ما انا ركزت في ايه، ان فاهم. هو ازاي اجيب، ازاي انت كده استهدف انت كده وخلاص. ما شاء الله عليك، انت كده بوظت كل حاجه. بالظبط فاهم. هو بس عايز اقول لك ان هو لا، بص اول حمله عملتها ما كانش فيه فهمت. نتائج بص يعني. هرجع اقول لك المهاره مغريه وسهله التعلم جدا. فكره انت تتعلم ازاي تتعامل مع مدير الاعلانات، وتعرف ازاي تلانش كامبين والحاجات دي، الاساسيات دي سهله تمام. بتبدا تصعب معاك شويه شويه في المستويات المتقدمه بتاعه مدير الاعلانات، اللي هو ازاي تعمل مثلا كاستوم اودينس، لوكا لايك اودينس، يعني ايه بيكسل وازاي تربطه، فاهم قصدي، التحليلات وازاي تحلل صح. الكلام ده كله هو دي الحته الادفانس دي، بتاخد وقت، وانت اكيد خدت وقت شويه عبال ما بالظبط. فهمتها ودرستها. هو مغري وتقدر تخلص الليله دي كلها في اسبوعين ثلاثه. الصعوبه بقى في اللي بعد كده، ودي بقى اللي انا هكلمك فيه، اللي هو حته العملاء بقى لما تيجي تتعامل معاهم، وتيجي بقى حته مفيش مبيعات، الدنيا مش كويسه، ده في رسائل وفي عملاء كتير بيخشوا بس مفيش مبيعات، صح كده. بالظبط، ما دي دي بقى النقطة دي اللي أنا بقى عايز أكلمك فيها. بالظبط. ليه أنا كنت مفكر وقتها مم. إن أنا خلاص طالما قدرت إن أنا أفعل إعلان، يبقى أنا خلاص كده، أنا تمام. الله ينور عليك. بس بعد كده اكتشفت إن الدنيا كبيره صح. جدا جدا. ومن كتر المشاكل اللي بتجيلك انت بدات اصلا تتقرف من الخدمه، لا مش عايز اكمل، ده مجال مش كويس، بس صح. لا، أفضل مم. يعني أفضل حاجة قابلتني حلو إن هي مغطية تكاليفك بزيادة كمان. بالظبط. أنت مش بس عارف تحقق نتائج خرافية، بس بس أنت عارف تحقق نتائج. اعتقد معدل خساره العملاء معاك في الاول كان كتير. أنا ما كانش فارقة معايا في الأول اه عشان أنا كنت شغال لنفسي، انا فاهمك. تمام، فهو فاهم. كان بيغطي على الأقل انت مش احتياجاتي. شغال المنتج او الخدمه اللي انت حاجه تانية اصلا، اصلا بالظبط فهمتك يعني فهمتك. انا شفت تعمل ايه لنفسك. ممكن بالظبط، ايه مم. المنتج اللي اقدر ابيعه، مم. تمام، وبدات ان انا اتدرب على نفسي بقى نفسها. تعالى بقى انا اقول لك من المشاكل اللي احنا بنسمعها كل يوم، المشاكل اللي الطلبه او الناس اللي بتبدا لسه في المجال ده بتواجهوه. اكتر المشاكل ان هو لما بيجي خلاص بقى هو اتعلم المهاره يعني خد الاساسيات بتاعتها وظبط دنيته، وبقى كمان معاه وفاهم ازاي يعمل سكيلينج وازاي يعمل تحليل وكل الكلام ده كله. لا خلينا هنا السؤال بقى ايه بقى الاهم، السؤال؟ تمام. ازاي بقى؟ ازاي اصلا تتعلم؟ بالظبط. تمام بص، ما انا هقول لك المشكله اللي بتحصل اللي بتخليهم اصلا يروحوا يتعلموا. ما انا هقول لك بقى المشكله بتحصل. تمام. بيجي خلاص هو اتعلم الاساسيات، بيبدا بقى يخش على الجروبات بقى بتاعه الفيس، يبدا اي حد يطلب مثلا محتاج ميديا باير او كده، تلاقيه داخل على طول وانا جاهز وبتاع، وطبعا بيقلل بقى النسبه بتاعته، اكيد انت عارف الكلام ده كله. مظبوط. مع ان انت لما بتوصل لمستويات احترافيه جامده، الموضوع ما بقاش ماشي بنسب والكلام ده، الموضوع بيختلف شويه عن كده. مم. ممكن بعد كده قدام العميل ده لما تطوره جامد تبقى نسب من المبيعات، مش نسب على السبونسر والكلام ده. المحترفين اغلبهم ما بيشتغلوش بالطريقه دي. فاللي بيحصل انا لما بيجيب عميل وبيبدا يغريه على قد ما يقدر، حتى لو اشتغل معاه ببلاش في الاول، فاهم قصدي، بيبدا هنا يواجه مشكله كبيره قوي. هو بيعمل اعلان، بيلانش الكامبين، بس بعد ما بيلانش بيلاقي بقى كميه مشاكل بتحصل بعديها. او رقم واحد المبيعات مش كويسه. بعد كده يبدا يسال اسئله غريبه من العملاء بتوعه، ايه ده المشاهدات بتاعتي قليله، ايه ده مفيش لايكات كويسه، ده مفيش شير، ده مفيش كومنت، فاهم قصدي. ايوه. مع ان اصلا يعني هو مش هيقدر يرد عليه، ولا هيقدر يتناقش معاه، ولا يقدر يقول اي حاجه. العميل قال له مثلا مشاهدات ضعيفه، هو هيقول ايه؟ هيرد يقول ايه؟ هيقول له مثلا ما احنا البادجت بتاعتنا مثلا ضعيف، هيبدا يطلع اي مبرر. الخلاصه يعني انا دلوقتي حط نفسك مكاني، انا دلوقتي عميل داخل لي هو هدفه المبيعات، ايه علاقه المشاهدات وايه علاقه اللايكات بالمبيعات؟ صح كده. مظبوط. فمالهاش علاقه، انا عايز مبيعات، صح كده. تارجت المبيعات هو دي دنيا تمام. طب تارجت ان انا اعمل براندنج واتشاف ويبقى في تفاعل جامد، دي ليله تانية خالص. فالفكره كلها ان مع المشاكل اللي بتحصل والحاجات اللي بيبدا يشوفها من العملاء، ان لا مبيعاتي مش كويسه كده، الشغل مش كويس، انا محتاج بقى الفلوس بتاعتي، عارف انت الكلام ده. المشاكل اللي بتحصل دي بتخليهم بقى يتضايقوا جدا، ومبقوش عارفين يعملوا ايه ولا يتصرفوا ازاي. لو انت ما بداتش في شركه تسويق تحت قياده حد، هتواجه مشاكل اكبر بكتير من اللي انا قلتها دي مع العملاء نفسه. لان انت فيس تو فيس مع العميل، انت بتصد كميه مشاكل انت اصلا مالكش علاقه بيها، ولا عارف ايه حلها، ولا عارف اصلا هل هي لها علاقه بيك ولا مالهاش علاقه بيك. ودي بقى ميزه الناس اللي بتروح تتدرب في شركات في الاول قبل ما تمسك حته الفريلانس. ميديا باينج بيديك اوبشن ان انت تشتغل فريلانس بسرعه جدا، فاهمني. تمام. بس للاسف انت لما تخش فريلانس في حاجه هي جزء من حاجه كبيره قوي، ايه هي بقى الحاجه الكبيره قوي دي؟ هقولها لك دلوقتي. بتلاقي اللي انت بيحصل معاك كميه مشاكل، انت اجاباتك كلها في الحاجه الكبيره اللي انت اصلا لسه ما انت تعرفش اصلا عنها حاجه. هي هي فين اصلا وهي ايه.
وهي دي بقى اللي انا اقولها لك، اللي انت تكون بس هو دارس. في البداية الواحد بيكون مركز على المبيعات، يعني ما بيبقاش حاطط في دماغه فاهم. حتة البراندنج قد كده. ما انا بقول لك، ما هي المبيعات، ما دي اكتر مصيبه بتواجههم او اكتر مشكله بتواجههم، ان هم مش عارفين يحققوا للعملاء معاهم مبيعات اصلا. فدي بقى بترجع للجزئيه اللي انا قلت لك عليها، اللي هو الشخص اللي دخل يدرس ميديا باينج هو للاسف درس ميديا باينج، ما درسش بيزنس وتسويق، اللي هي اصلا اللي هتخليك عارف ازاي تتعامل مع العميل، وتبقى عارف المشاكل الموجوده فين. الاسئله نفسها اللي احنا بنسالها للعميل قبل ما بنبدا الكامبين، الاسئله دي اوعى تفتكر ان هي بتيجي في دماغنا كده، لا، الاسئله دي هي مدروسه ومعروفه هي بتتسال ازاي، عشان احنا دارسين بيزنس وتسويق، فعارفين اصلا نساله الاسئله الصح اللي تخلينا نترجم الكلام اللي قاله. ما هو انت بتطلع بتسال عميل اسئله وبتطلع منه بكلام، الكلام ده انت بتترجمه بقى فين؟ في مدير الاعلانات. الله ينور. بالظبط. طب انت الاسئله دي بقى هي جت منين وهتسالها بناء على ايه؟ انت اصلا ما درستش بيزنس وتسويق، فمش هتعرف تتكلم ولا تقول اي حاجه. يعني ايه ميزه تنافسيه؟ يعني ايه سوات اناليسيز؟ طب ايه نقط الضعف اللي عند العميل بتاعك عشان تبدا تستغلها؟ طب درست المنافسين ولا لا؟ فاهم قصدي؟ طب درست السوق بتاعك؟ طب هل المنتج اللي انت شغال عليه كويس؟ طب هل تسعيرته كويسه؟ فاهم قصدي؟ طب هل الفانل بتاعه الويب سايت اللي انت شغال عليه كويسه وماشيه صح؟ طب هل في مشاكل تقنيه في الويب سايت؟ انت ما درستش طب بقى بص، خلينا نتكلم بالظبط. علشان اللي بيشوفنا مم. ما يتوهش قد كده. حلو معاك. فخلينا نتكلم ان انا ما اعرفش حاجة خالص في المجال. وعايز تبدا في المجال. بالظبط، انا عايز حلو. اطلع من هنا من الاستوديو النهارده. تمام. انا فعلا عارف ان انا بكره الصبح اقدر ان انا ادخل اول جنيه من فهمت. وانا قاعد في البيت. وصل. فانا دلوقتي قررت خلاص، انا خلاص خدت القرار ان انا اتعلم مهارة الميديا باينج وعايز تبدا البدايه الصح. الصح. صح كده، بالظبط، من ابدا الاخر. ابحث عن ايه وادور فين، حلو. والدنيا تمشي معايا ازاي الاول لغايه يعني ماشي. انت رتبهم لي كده حلو. لغايه ما تقول لي بعد النقطه دي انت كده خلاص تمام. بقيت متعلم المهاره صح، وتقدر وتقدر انك دلوقتي انت تشتغل. نقدر بالظبط. بقى نبدا ان احنا نبص ازاي اجيب اول عميل. فهمت جدا. تمام. اول حاجه وناس كتير قوي والله تزعل مني بسبب الموضوع ده، مش ان انت تخش تتعلم ازاي تتعامل مع مدير الاعلانات. للاسف مش دي دخلة الميديا باينج. عشان تبقى ميديا باير شاطر وعارف يعمل استراتيجيات وعنده فكر وعنده طريقه في الشغل بتاعه ويقدر يساعد العميل بتاعه يعمل مبيعات، لازم يبدا اول حاجه خالص انه يدرس بيزنس. مش شرط تدرس بيزنس بقى وتعمق، اساسيات البيزنس، تعرف ازاي اصلا المشروع ده بيتبنى. طب ايه اقسام الشركات؟ عندك قسم اسمه اتش ار، عندك قسم اسمه السيلز اللي هو المبيعات، عندك قسم الماركتنج، صح كده؟ وتبقى عارف كل قسم ايه الحاجات اللي فيه. قسم الماليه مثلا من اهم الاقسام اللي انت اصلا تتعامل معاه دايركت. ماشي، فاهم قصدي؟ بس خليني اوضح لك ان قول. انا ابدا امسك شغل لشركات، مم. ده مستوى بروفيشنال شويه. انا ما قلتش تمسك شغل الشركات، انا بقول انت تبدا تدرس اصلا بيزنس وتعرف ازاي الشركات بتدار وبتكبر. بالظبط، بس اه. انا دلوقتي عايز زي ما قلت لك انا حلو. عايز احقق دخل في اسرع وقت. فعشان اعمل كده انا حلو. مثلا حابب ان انا ابيع تيشرتات. انت سالتني السؤال بالظبط، فانا دلوقتي عندي التيشرتات، فانا بكره الصبح عايز اقدر ان انا اعمل اعلان واقدر ابيع التيشرتات اللي هي بتاعتي دي. حلو. انت للاسف كده بتتكلم في حته مش كويسه خالص، ودي بقى اللي احنا بنواجهها دايما. انت دلوقتي عايز المكسب السريع، انت عايز تشتغل من بكره، وده غلط. ما هو انت اصلا داخل مجال انت ما عندكش اي خلفيه عن، انت مش فاهم يعني ايه بيزنس، مش عارف ازاي تبنيه اصلا، ولا ايه اركانه، ولا ازاي احسب تكلفتي، ولا ازاي اسعر. انت مش دارس بيزنس، فاوتوماتيك مهما انت اتعلمت واتقنت الميديا باينج مش هتعمل مبيعات، فهتخسر برضه. فانا بقول لك الطريق الصح اللي المفروض واحد يمشي فيه عشان في الاخر فعلا يطلع ميديا باير قوي وقادر ان هو ينجح البيزنس اللي معاه، انا خلينا بركز قوي على برضو الحته دي. نحط اه. الوقت حلو. في الاعتبار، عشان ودي هو اي حد بيبقى ما انا عايز عارف. يتعلم مهارة عارف. يدخل بيها، هي بتبقى زي ما تقول فاهم. كده مزنقة معاه، يعني هو ما فيش مجال ان هو يضيع وقت. للاسف ما انصحش خالص بامانه، يعني شوف اي حاجه تانية جانبيه بجانب الميديا باينج تدوس فيها. اوعى تخش الميديا باينج وتتعلم مجرد اساسيات وخلاص، لازم تبدا الطريق من اوله. هي دي الرود ماب بتاعه الميديا باينج اللي انا شايفها، واللي اي حد محترف في المجال ده وصل لليفل عالي قوي فيه، وتلاقي اصلا هو قاعد كده هو بيقول كلام جامد لوحده، هو ما بيوصلهاش ان هو دارس ميديا باينج. هو للاسف الموضوع عشان تمشي صح، هل ينفع اقول لك روح كريت لي ابلكيشن مثلا، بالنسبه بما ان انا خريج حاسبات وكده، هل ينفع اروح اقول لك اعمل لي برنامج سي ار ام سيستم مثلا او اي ار بي وانت لسه دارس برمجه امبارح؟ لا طبعا. مش طبيعي، مش هتعرف. فاهم قصدي؟ نفس الفكره، انت تتعلم ميديا باينج هتتعلم ازاي تعمل لانش للكامبين، زي البرمجه كده انت هتتعلم ازاي تفتح بيئه العمل بتاعتك وتكريت ابلكيشن فاضي مفيش حاجه. مم. هي نفس الفكره، انت لما تخش تتعلم ميديا باينج واساسيات مدير الاعلانات، انت كريت كامبين فاضيه،
مفيش اي فكر فيها، ولا انت عارف هي فشلت ليه ولا نجحت ولا ليه، نجحت ليه ولا اي حاجه خالص. فانا انت اول جايب خطوه انت جايب اخر الطريق. اول خطوه لازم اتعلم اساسيات بيزنس بيزنس. بالظبط، اساسيات، مش شرط تبقى توب فيه. يعني انت خد الاساسيات وطور يعني وانت شغال انت بتطور، فاهم قصدي، بتطور في البيزنس وهكذا، اللي هو تمام. في العلم بتاع البيزنس نفسه. تعلم اساسيات الشركات وازاي بتدار، مين الناس اصلا انت تتعامل معاهم في قلب الشركه، فاهم قصدي، واللي يحصل بينك وبينهم مشادات كتير، فاهم قصدي. طيب وانت بتتعلم هتعرف ان السيلز هو بيكمل التسويق، وهتعرف ان التسويق دي الامبريلا الكبيره اللي جواها اصلا الترويج، والترويج ده اللي هو اصلا بيشمل بقى ايه، كل وسائل الترويج اللي من ضمنها الميديا باينج، المبيعات وكده. اللي من ضمنها الميديا باينج. لا الترويج ملوش علاقه بالمبيعات خالص. الترويج ده اللي هو الجزء بتاع ان انت بتصرف فلوس عشان تبدا تتشاف، يافطه بقى في براندنج الشارع، يعني، ايوه. اعلان على السوشيال ميديا، هي في طرق كتير بقى، كل طريقه ليها الخبره والطريق بتاعها، فاهم قصدي. مم. يعني تلاقي دايما في ناس خبر في اعلانات الشوارع، اللي هو اللي بتظهر في الشارع عندك سواء انت في البلد بتاعتك او كده، فاهم قصدي. في ناس خبيره وشغاله في الحته دي بس، وعندها خبره انت مش عارفها. نفس الفكره بالظبط في الميديا باينج، انا عندي خبره فيه انت مش عارفها. وصل الفكره. اصلا. طيب، فانا بتعلم الاول بيزنس واساسياته، وازاي الشركات بتدار، يعني ايه ميزه تنافسيه، ازاي ادرس المنافسين بتوعي، دي هي الاساسيات بتاعت البيزنس الطبيعيه، افهمها الاول. وبعد ما افهمها وادرسها بشكل كويس، نبدا نخش المرحله الثانيه، ادرس ماركتنج بقى. ميديا باينج من غير ماركتنج، انت عارف، انت اقول لك خلينا يعني ايه ابسط لك الموضوع. الميديا باينج هو جزء من الماركتنج. انت متخيل بقى ان انت راح تدرس جزء قد كده من الماركتنج، في اوتوماتيك اللي هيحصل في ليله في كبيره قوي قوي فاتتك قوي ورا مش موجود. انت بتدرس اخر خطوه يعني اخر حته صغننه كده في التسويق. مم. طيب ايه اللي بيعمل مبيعات اصلا، وايه اللي بيخليك تعمل مبيعات، طب ايه اللي بيخليك تتشهر، طب ايه اللي بيخليك تتشاف والناس تحبك، فاهم قصدي، وتتفاعل معاك والكلام ده كله. دراستك اصلا للتسويق، مش الميديا باينج. الميديا باينج عامل زي البنزين. شفت انت عامل منتج جامد صح، ورفعت فيديو، بس الفيديو ما اتشافش. الميديا باينج او الدراسه بتاعت الميديا باينج وانت بقى متقدم فيها وهكذا، انت بتبدا بقى تكريت الفانل. اللي عامل مثلا اول حاجه هيشوف الفيديو ده، بعد كده عايز استهدافه في فيديو تاني، بعد كده عايز استهدافه في فيديو تالت، عشان اوصله في اخر مرحله ان هو يشتري مني بسرعه. مم. فهي بتبقى، طب انت كريت الكلام ده ازاي؟ عشان انا فاهم اصلا تسويق وعارف اعمل كل الاساسيات بتاعته. فاوتوماتيك اللي بيحصل لما انا اجي اعمل بقى الميديا باينج، انا فاهم اصلا ليه ده نجح، وعارف ليه ده فشل. طب لو ده فشل ليه، بعرف برضه فشل ليه. طب لو ده نجح ليه، بعرف برضه نجح ليه، عشان انا دارس اصلا ايه، ماركتنج، وفاهم. آه قوتك في دراسة الماركتنج كمان بتبان في ايه. العميل لما بيجي لك يقول لك اعمل لي اعلان على البوست ده، انت اوتوماتيك بتقول له البوست ده هينجح او يفشل من نظرة. طب انت جبت النظرة دي منين؟ تمام. هل هيبقى عندك النظره دي لو انت دارس ميديا باينج بس؟ لا، اكيد انت لا. دارس تسويق وبزنس، فعارف من خلال اللي انت شايفه ومن دراستك للباير بيرسونا بتاعتك اللي هي الفئه المستهدفه والكلام ده كله، ان الكونتنت ده لا يتناسب مع الفئه المستهدفه اللي انا متارجتها، لان لهم طريقه فكر مختلفه واسلوب مختلف، ولهم كمان بادجت معينه بيشتروا بيها. فما تبقاش مثلا واحد تستهدف ايه كلاس، واصله فكره، وانت مش عامل اي حاجه تاهلك اصلا انت تستهدفهم. حتى الموديل اللي انت جايبه في الفيديو مش شبههم، الاسلوب مش شبههم، السعر مش شبههم، فاهم قصدي. تمام. فكل يعني الكلام ده بقى بيتظبط ازاي بناء عن دراستك انت بقى، اللي هي الاساسيه بتاعت البيزنس والتسويق، اللي بتنتهي خالص بقى في الاخر ايه، اللي انت واحد محترف في الميديا باينج، فانت عارف ازاي توظف كل الكلام اللي انت درسته في الايه، في الميديا باينج. يعني انت ملخص كلامك، انا ببدأ باساسيات البيزنس، بالظبط. بعد كده الماركتينج. وبعد كده تتعمق قوي بقى في الماركتنج. انت تمام. انت ماشي بتتعمق فيه بالتوازي بقى، وانت انت خلصت الاساسيات بتاعه الماركتنج، بالتوازي بتخش في الميديا باينج. اللي بلاقيها اصلا بقت سهلة معايا شوية الله بسبب ينور عليك، دراستي اللي بسبب فاتوا دول. دراستك. انت درست اساسيات البيزنس صح، تمام. بعد كده اساسيات التسويق، بعد كده بالتوازي بقى انت خلاص اساسيات التسويق اهو، بقيت فاهم، انت دلوقتي شخص فاهم. خش بقى ادرس ميديا باينج بالكامل بقى، وظبط وتعلم مستويات متقدمه وكده. وبجانب الميديا باينج انت بتتعمق في التسويق، بجانب الميديا باينج بتتعمق في التسويق. بس التسويق هو اه الاساس، بيزكس، لا محل. مش عمرك ما هتنجح في الميديا باينج من غير. طيب خلينا هنا يعني نظبط على سؤال معين. حلو. ايه الفرق بين ان انا بعمل ماركتينج او بسوق بالمحتوى امم بدون اي سبونسر او حلو اي ميديا تمام. باينج او كده، تمام. والطريق التاني ان انا بسوق بشغل السبونسر او بشغل الميديا باينج هقول لك نفسه؟ حاجه حلوه قوي. المحتوى اولا وقوته، يعني طول ما انت منشئ محتوى قوي، انت هتحقق مبيعات خرافيه وهتعمل براندنج قوي من غير ما تدفع جنيه. بس في حاجه هنا هقولها لك، منشئين المحتوى دايما
هتلاحظ حاجه عندهم. يعني انا لو فاتح بيزنس كبير تمام، ومشغل معاه موظفين وعندي تارجت في المبيعات، عارف انت الاساسيات اللي هي الحاجات بتاعت الشركات دي كلها، انت اكيد شفتها تمام. قبل كده. فبيبقى عندك تارجت بقى وليله كبيره كده بتحصل جوه الشركه. لو انت شغال معتمد على الكونتنت، هتيجي في يوم هتلاقي ان انت مبيعاتك عاليه قوي، وثلاث اربع ايام تانيين مفيش مبيعات اصلا. فانت الموضوع ما عادش مدروس ولا محكم. يعني ايه؟ انت دلوقتي ماشي بالحب، يعني فاهم المحتوى، انت بتتشهر وبتتعرف وبتعمل مبيعات ثلاثه، فاهم قصدي؟ بس انت مش عامل استقرار وتطور في البيزنس بتاعك. بمعنى انا النهارده دخلت كذا، دخلت مثلا $1000 مثلا، فاهمني؟ ده البيزنس بتاعي من المحتوى، من انشاء المحتوى. بس جيت بكره ما لقيتش فيه ولا دولار دخل الشركه. هو ما فيش حاجه دخلت النهارده، فاهم قصدي؟ بعده ما فيش، بعده 2000، طب بعده ما فيش، يعني اليوم اللي بعده ما فيش، بعده تلاقي 5000 داخلين، فاهم قصدي؟ الموضوع عشوائي. يعني انت على حسب الناس اللي شافتك النهارده والدنيا مشت ازاي، زي ما بيقولوا كده، اللي هو انت بتسيب الدنيا كده يعني بالحب كده من غير اي كنترول عليه. يعني انا اه بعزز التسويق بالمحتوى بالظبط. بالميديا باينج بالميديا ولا باينج. العكس؟ الادس بقى، ما انا اقول لك بقى الادس بتعمل ايه، وليه دايما الشركات الكبيره هي بتصرف اعلانات بغض النظر عن اللي هي بتعمل كونتنت، ان هي بتعمل استقرار في المبيعات المبيعات. بتاعتها. بالظبط. انا دلوقتي اقول لك على حاجه، المحتوى بينتشر في كل حته، نفترض ان المحتوى دايما بيعمل لك براندنج وبيقويك وبيعمل لك مبيعات. بس دلوقتي مثلا نفترض ان انت بتخدم على نطاق معين، تمام؟ ما هو المحتوى بتاعك بيوصل لكل الناس وفي كل الاعمار وفي كل البلدان، ملوش سقف، يعني هو بيوصل في كل حته وفي كل مكان، وصل فكره؟ فانت طب ما بتبقاش عارف هو وصل للعميل اللي انت عايزه بالظبط. ولا لا. الله ينور عليك. وكمان في نفس الوقت مفيش كنترول، انت مش عارف هيجيلك مبيعات النهارده، يعني الدنيا ماشيه، هي ماشيه وخلاص، فاهم قصدي؟ الادس بقى بتعمل ايه؟ هي بتعمل لك استقرار، بتعمل استقرار في البيزنس كمبيعات وكده، وفي نفس الوقت بتخليك تطور. ليه بقى؟ لان اولا انت بتحدد اللوكيشن اللي انت بتارجته، ده رقم واحد، وبتحدد الاودينس او السيجمنت اللي انت بتارجتهم، وبتدفع فلوس عشان توصل للناس في الوقت ده. فممكن المحتوى النهارده ما يوصلش بشكل كويس، بكره ما يوصلش، بعده تلاقيه وصل. فالمحتوى دايما الموضوع عشوائي، ملوش ماسكه، فاهم قصدي؟ هو ماشي معاك كده، يوم حلو ويوم وحش، يوم اسبوع حلو واسبوع تاني كامل وحش، فاهم قصدي؟ انت سايبها لوحدها. الادس بقى بتعمل ايه؟ بتعمل لك استقرار، بتخلي عندك استقرار في المبيعات، الاعلان بيظهر للاودينس بتاعك يوميا بشكل قوي، وبتدخله في الفانل اللي انت عايزها. ركز في دي. ما هو انت الاعلانات لا، في استراتيجيات وحاجات بنستخدمها بتساعدنا قوي. يعني انت بتشوف العميل الصبح هو بيعمل ايه، مثلا هو بيشوف فيديو ليك وانت بتقول تريكاه في مجالك، بعدها بثلاث اربع ساعات في نص اليوم كده يبدا يشوف ايه، فيديو تاني وانت بتعلن عن المنتج بتاعك اللي بيحل اصلا المشكله دي. بعد كده في اخر اليوم بيلاقي ايه، حد بيقول رايه في الخدمه بتاعتك. اخر اليوم بقى خالص بتطلع له اوفر جميل كده، تقول له تعالى اشتري مني. الميديا باينج بقى انت بتلعب، يعني انت فاهم قصدي، بتلعب بقى في الاودينس بتاعك وازاي، وهيشوف امتى ايه، امتى وفين وكده والكلام ده كله. يعني انت وبتحدد اللي كمان بتبقى اه المتحكم بالظبط. في رحلة بيع المنتج للعميل المعين ده. الله ينور عليك. انت المتحكم في الرحله، وانت المتحكم في اللوكيشن المحيط بيك. ما انت خد بالك زي ما قلت لك، المحتوى بيوصل، ممكن يوصل في مصر وبره مصر وفي كل حته، فاهمني؟ بغض النظر بقى، انت لا، انت دلوقتي في الادس بتساعدك ان انت تحدد اللوكيشن، تحدد السيجمنت، تحط البادجت المناسبه ليك، وتقيس كمان العائد على الاستثمار. يعني حتى دي كمان معانا، فاهم قصدي؟ تبقى بالظبط. انت شايف انت جايب اوردرات قد ايه، ورابط البيكسل بتاعك فاهم قصدي؟ بالويب سايت ومدير الاعلانات، فبتبدا يبقى عندك كنترول وشايف الدنيا رايحه فين وجايه منين، على عكس ان انت سايبها للمحتوى هو شغال لوحده. بص، خلينا نبقى متفقين ماشي. ان سواء كمنشئ محتوى او كشغل ميديا باينج، حلو. فالكلمة الأصعب اللي بتواجه الواحد مم. وهي الخوارزميات. حلو تمام. تمام. دي حقيقه فعلا. سواء هنا أو هنا، يعني أنا ليا أصحابي كتير منشئين محتوى مم. بيقول لك لا، أنا ما مش برضه سبونسر على الصفحات الأساسية بتاعتي علشان ده بيضرب الخوارزميات عندي وبيقلل مشاهدات. فهمتك. للاسف هو مفهوم غلط جدا. كمل كمل. تمام. وفي اه نفس الوقت لما تيجي تتعامل مع شركة، تمام. تمام، أنت ممكن نفس الإعلان مم. بنفس الميزانية اه بنفس تكلفة الرسالة، فهمتك تمام، فهمتك فهمت. ولكن العائد المبيعات مش واحد. ممكن ده تلاقيه محقق لك مثلا ماشي. 10 مبيعات بس، فهمت. والتاني محقق لك 100. طيب حلو. انت عايز تعرف اجابه السؤال ده؟ طبعا السؤال ده تقريبا كل حد يعرف اجابته. بص يا صديقي، اول حاجه لو نفترض ان انا عامل، ركز بقى معايا. انت بتسال السؤال عادي، بس هو للاسف هرجع اسالك اسئله كتير قوي. هل نفس المنتج في الاتنين كامبين؟ ده رقم اول سؤال. تاني سؤال، هل نفس الكرييتيف؟ يعني هل نفس الكرييتيف اللي هنا هو اللي هنا؟ هو تكرار للحملة. اه يعني انت مجرد تكرار الحمله مش اكتر، بالظبط. صح كده؟ لو انت عملت دوبليكيت ولقيت ان في واحده جايبه نتائج احسن من التانيه. مظبوط. مشكله الناس
ان هي مش مجمعه. هي الناس بتوصل لمرحله اللي هي من كتر ما بتتعامل مع مدير الاعلانات هي بقت بتتعامل مع ارقام. هو شايف ملايين وشايف مشاهدات وشايف مبيعات، فاهم قصدي؟ مش واخد باله ان مدير الاعلانات بيوصل لناس كل يوم، كل يوم بشكل مختلف عن التاني. انت هو في ناس بتتفرج على اعلاناتك، صح كده؟ مش شرط انا شفت اعلانك النهارده اشتري منك، ممكن اشتري منك تاني يوم تالت يوم، طبيعه بشريه بقى، واصله فكره؟ ممكن شفت اعلانك وما اشتريتش اصلا، مش عايز اشتري منك حاجه. فالموضوع هنا بيرجع ان الكامبين او الادسيت اللي انت عملتها هي وصلت لمين النهارده. ممكن اول 5000 واحد هي وصلت لهم، او السيجمنت اللي بدات توصلها السيجمنت المناسبه ليك بالفعل من اول مره على طول، فتلاقي عملت معاك مبيعات كويسه. ممكن تلاقي بدايتها ما كانتش كويسه وباظت منك. فعلى حسب الاودينس اللي بتوصله. مع التطوير اللي بيحصل بقى في الخوارزميات والتحديثات اللي بتحصل اللي احنا بنسمع عنها بقالنا فتره كبيره اللي عامله قلق على السوشيال ميديا دلوقتي، الموضوع بيتحسن. يعني ايه؟ يعني النسب دي بدات تقل. يعني فكره ان تلاقي واحده نجحت قوي واحده ثانيه فشلت بتقل. التحديثات دي بتساعد المدير الاعلانات انه يقلل الموضوع ده ويبدا يوصل فعلا للاودينس بتاعك الصح من اول مره على طول. فدايما تلاقي ان انت حتى بنفس الكامبين ولو عملتها دبل كيت تلاقي ان في واحده جايبه نتائج احسن من الثانيه، وده اللي احنا بنشوفه. هرجع اقول لك هو مجرد بس وصل لاودينس هو جاهز يشتري منك والدنيا بقت تمام، مع اودينس تاني ما كانش مناسب ليه. بمعنى اصح اه العميل بيشتري بعد المره الكام. بس ده ملوش علاقه بالسؤال الاولاني، فاهم قصدي؟ يعني اقصد اجابه السؤال الاولاني ان دي وصلت لاودينس مختلف عن الاودينس التاني، وكان رزقك في الاودينس اللي بدات بيه ده هو خلاص هو اشترى منك. تمام، بس انا اه كنت قارئ قبل كده اه ان الفيسبوك اصلا، خلينا نتعامل ان احنا حلو بنسبونسر على الفيسبوك، حلو هو بيصنف العملاء. ففي عميل تمام هو متعود ان تمام. هو لو الحاجه عجبته من اول مره يشتري، ما عجبتوش من اول مره خلاص. هو للاسف مفيش حاجه اسمها كده برضو. يعني انت لما تدرس برضو بيزنس وتسويق مفيش حاجه اسمها عميل يشتري حاجه من اول مره او كده. هي على حسب المنتج بتاعك. يعني انت لو بتبيع حاجه بسيطه تكلفتها بسيطه، فكره انها تشتري منك بسرعه سهله، فاهم قصدي؟ فتلاقي العميل بيشتري منك على طول. انما لو بيبيع منتج لاكجري وغالي، لا، اه مش بتكلم في النقطه دي، امال. بس انا بتكلم في النقطه مم. يعني انك انت مثلا في اعلانات سناب شات حلو انت تقدر انك تحدد ان الاعلان ده تمام يتعرض على المشاهد او العميل تمام. 3 مرات خلال الحمله دي مثلا. فاي مدير اعلانات، تمام، اي مدير حلو. اعلانات كده. والكلام ده برضو موجود في الفيسبوك او موجود في اي مكان. دي حقيقه فعلا. تمام، وفي ارقام او قياسات وتحليلات بتقولك ان هو علشان تقدر تحقق اعلى عائد مبيعات، ماشي. تمام، فلازم الاعلان على الاقل، ايوه يعني المتوسط عرض الاعلان على العميل يبقى 4 مرات. ان آه العميل بعد 4 مرات فهمتك بيكون مهيأ انه يشتري اكتر من لما تمام. يشتري اول مرة. فاكر لما انا قلت لك ادرس بيزنس والتسويق والحاجات دي؟ انت هتدرس الحاجات دي اصلا فيهم. هو الطبيعي ان العميل مش بيشتري اول مره، يعني مش اول لما هيشوف الاعلان بتاعك هو هيشتري. خليني بس اه اوضحك ان انا بتكلم معاك اه بالعقلية اللي كانت عندي لما جيت ابدأ، فهمتك فاهمني؟ جدا. اه عشان برضو اللي بيحاول يبدأ فهمت. يقدر ان هو يستفاد من وصل. الكلام. هو في الطبيعي ودي حاجه معروفه ان العميل يعني 99% في اغلب الوقت هو ما ياخدش قرار الشراء من اول مره. هو بيخش شاف الاعلان بتاعك عجبه دخل اتفرج وشاف السعر وكل حاجه. ممكن تلاقيه ضاف لحرب التسوق مثلا، ممكن تلاقيه بدا اتمام عمليه شراء، فاهم قصدي؟ بس مش شرط ياخد القرار، هو بيبقى متردد شويه فيطلع ويبدا يتصفح تاني على السوشيال ميديا ويكمل. ممكن ينساك وممكن يفضل فاكرك. طيب لو هو بيقلب يعني في السوشيال ميديا عموما لا اعلان تاني لحد بيشكر مثلا في المنتج بتاعك، انت كده بدات تعمل ايه؟ عززت وجودك قدامه وشاف رأي عميل فبدأ يثق فيك اكتر. فلا ساعتها تلاقيه بدأ ياخد فعلا قرار الشراء. علشان كده بقى انا اه اتخليت نتعلم في البداية الماركتينج. عشان تعرف تعمل اصلا الفانل او الاستراتيجي اللي هتقنع العميل اصلا انه يشتري منك. تمام. اه رأي يعني العميل وهو بيتصفح حلو ولقى ان حد بيقول رأي كويس فيك، حلو. دي زي ما تقول الموضة اللي ظاهرة الفترة الأخيرة. اليو جي سي اليو اليو جي جي سي، سي والريفيو والحاجات دي بالظبط. هل حلو. المصداقية بتاعتها بتبقى حقيقية؟ بص، بعيدا عن المصداقيه او الكلام ده كله العميل بيحب يشوف نفسه وهو بيجرب حاجه، فاهم قصدي؟ فسواء المنتج بتاعي وحش او حلو اصلا، يعني المنتج بتاعي نفترض ان هو حلو خلاص هو حلو. طب المنتج بتاعي وحش يبقى انا كده بضحك عليه. فهو اليو جي سي ده بيعمل ايه؟ هو بياخد المنتج ويجربه، يعني بيجربه ويوري تجربته للعميل. وصلت الفكره؟ طيب تجربه اليو جي سي دي لو كانت وحشه وطلع قال اللي هي حلوه، ساعتها هو ايه؟ بيكذب عليه تمام، او بيضحك بس عليه. يعني اه خليني أوضح لك حاجة. قول أنا كنت مجهز لك مفاجأة قول. بعد ما نخلص، تمام إن أنا عامل لك فعلا فيديو حلو بشيد فيه في الكورس بتاعي. حبيب قلبي. لا، بجد أنا تسلم استفدت جدا تسلم والله. وفرق معايا جدا. فهمتك جدا. تمام. ويعني وانا لما جيت يعني لما جيت اخده، تمام تمام، انا ما رضيتش اعرفك ان انا هاخده.
علشان ما يبقاش فيه اي انت نوع. لقيتك داخل تكلمني اصلا بالظبط، ما يبقاش فيه اي حتى نوع ضغط. اشتريته ودفعت فيه فلوس. بالظبط، فاهم بتقول لي فاهم، ما ده. يبقاش فيه اي نوع طيب من انواع الضغط. تمام تمام. فانا دلوقتي هاجي انزل الفيديو ده. فهمتك. حلو. طب هو عن تجربة حقيقية. تمام. وهو نازل كجزء، يعني انا فعلا كل شوية بنزل في محتوى اللي هو ده، الكتب دي كويسة، البودكاستات دي كويسة، فاهم؟ وصلت الحاجات اللي انا بتعلم منها. وصلت. غيري ممكن تدفع فلوس صح، وتخليه يعمل لك اعلان. ويطلع يقول رأيه فعلا فيك وبتاع، ويظبط الكلام على حسب ما انت عايز. دي حقيقة فعلا. بالظبط. انا بقى يعني سواء الكورس بتاعك او كورس لحد تاني، تمام اعرف منين الاول؟ تمام. تمام. ان الكورس ده تمام ولا لا؟ بعيدا عن الكورس بتاعك خالص، انا دلوقتي احنا مش عايز اخش في السكه اللي انا حاسس قدامي ان انا بسوق وكده. انت عموما لما تيجي تشتري كورس، اي كورس بقى، انت بتبدا تشوف المجال ده اصلا ماشي ازاي. فزي ما انا قلت لك، انت رقم واحد لازم تتعلم ايه؟ اساسيات بيزنس. تتعلم ازاي، تعرف ازاي تتعامل مع العميل بتاعك، حد يفهمك الدنيا دي ماشيه ازاي، وازاي تتعامل مع العميل، وطريقه التسعير، فاهم اللي هو ازاي تتخاطب او تتعامل مع العميل بتاعك. الحاجه الثالثه يعلمك اساسيات تسويق. فانت اتعلمت بيزنس وتسويق، واتعلمت ازاي تتعامل مع العميل بتاعك. بعد كده يعلمك بقى ايه؟ الميديا باينج، المهارات بتاعتها كلها. وبعد كده يعلمك، بعد ما يعلمك الاساسيات بتاعه الميديا باينج، يعلمك المهارات المتقدمه. هل بس كده وخلاص بقى سيبك؟ لا، يروح بقى يوريك كيس ستادي دي كمان لبراندات اشتغلت معاه قبل كده، وايه المشاكل اللي هو وقع فيها، ايه المشاكل اللي هو وقع فيها، واللي هو بعد ما عدلها وحسنها طورت معاه لو فرقت معاه. وصل فكره؟ وازاي طبق الكلام اللي هو قاله، طبق الكلام ده على ارض الواقع بقى. ولما طبقه هل النتائج نجحت ولا فشلت؟ طب لو فشلت اكتشفت ايه سبب الفشل وعدلته. كيس ستادي يعني بتوري الناس يعني ايه، بتخليه ياخد خبره او نبذه بسيطه عن المشاكل اللي انت وقعت فيها، عشان يبدا دماغه تجمع اكبر قدر من المعلومات، فتقلل معاه خساره انه يفشل في الاول، او اللي هو يعمل خطا في الاول. بتقلل الريسك ده. وصل الفكره؟ وفي الاخر بقى خالص بتبدا تديله بقى الفنيات والاستراتيجيات المتقدمه اللي احنا بنستخدمها عشان نقنع العميل بقى، اللي هي التريكات زي ما بقول. فاهمك. بس انا عايزك يعني لو تتذكر من شويه كنت بقول لك انا بحب، يعني انا ما بعرفش ان انا اقعد قدام كورس اتعلم حاجه. انا بحب اجرب بايدي. تجرب انه فانا من الناس اللي شايفه ان اليوتيوب كنز يعني ده حقيقي. كبير بالظبط. جدا كبير جدا جدا. ابدا بيه لو انت عايز تبدا بيه. ابدا بيه. فعلا انا بدات بيه، وبدات بقى ان انا اشوف، يعني انا خدت اكتر من كورس معلش برضو. قبل ما انسى، في ناس بتشرح اصلا بالفعل كورسات بيزنس وتسويق على اليوتيوب قويه وكامله. فلا، اليوتيوب هو سورس كبير. بس انا بكون شايف ان انا لو هدفع فلوس في كورس، تمام. فانا لازم قبل ما ادخل الكورس ده، انا مش عايز كل المعلومات اللي في الكورس. فهمت. ولكن انا داخل انا عايز المعلومه الفلانيه والفلانيه والفلانيه. بس المعلومه دي لو اتحط في اول محاضره خلاص كده انا بالنسبه لي الكورس خلص. انت لو عشان اتحطوا في انت اخر محتاج دي بس. بالظبط. فهمتك. تمام. فانا ببقى شايف الجزئيه دي. تمام. فاللي شدني للكورس بتاعك في الاول، تمام، ان انا لقيت فيه محاضرات دي مجانيه، يعني عين يا باشا البضاعه. بالظبط. فاهم؟ ولقيت حته ان هو انك انت ممكن بعد الكورس ما يخلص تسترد الفلوس لو انت ما طبعا. انا واثق ان اللي هيخش هو عمره ما يلاقي حاجه زي كده. انا اكيد بعد البودكاست ده ما ينفعش استرد حاجه. خلاص يا باشا كده خلاص يعني. فهنا الفكره بقى. تمام. انا دخلت اليوتيوب، شفت، فهمت، عرفت، سواء بعد كده اشتركت وعرفت انت حابب المجال اصلا او لا. يعني بالظبط. فهمت، اتعلمت. وسواء بقى انا اشتركت في الكورس بتاعك او في اي كورس تاني بالزبط. سواء مدفوع او غير مدفوع، خلاص انا خدت، انا بقيت برنس في المجال. بالزبط. انا بقيت برنس في الحته دي. وعايز اقول لك على حاجه، انت مش شرط تاخد كورسات سواء مدفوع او كده. انت الفكره كلها، هو الكورس بيعمل ايه؟ هو بيوفر عليك وقت ومجهود ضخم جدا. بيسرع العمليه. حاجه اللي انت كنت هتعملها في 3 سنين هتتعلمها في شهر او 2. تمام. بس انا وصلت ان انا بقيت برنس في الحته دي. انما اقصد في ناس بتجتهد. طب انا لما بدات على فكره انا ما خدتش كورسات مدفوعه كتير، بقيت اخد لما بدات اشتغل اصلا. يعني بدات اشتغل ودخل فلوس، بدات ساعتها بقى معايا فلوس اشتري اصلا. تطور بقى. بالظبط. بالظبط. انا بقيت برنس في الحته دي. عايز بقى اشتغل. حلو. يعني حق. فهمت. ازاي ابدا بقى ان انا اجيب اول عميل؟ اللي هو افضل طريقه يعني الطريقه. بص يا صديقي، رقم واحد، ومعلش بس انا هنا بتعامل ان انا ماليش خبره. يعني انا هدخل للعميل، انت ايه خبرتك؟ وصل. مفيش خبره. فهمتك جدا. هدي نصيحه لازما دي اساس عندك. تمام. انا غلطت فيها. انا في بدايتي الميديا باينج هو مغري كفريلانس، مغري يعني بيشدك ليه اللي هو كفريلانس. الدنيا سهله وجميله. لو نزلت واحد قلت له تعالى اعمل لك، يقول لك يلا اعمل لي بتاعه، هيديك الفلوس اللي انت عايزها وكل حاجه. بس الفكره هنا مش ولا في الفلوس ولا في ان فريلانس. الفكره ان بدايتك في مجال زي كده هو مشتق من حاجه كبيره جدا زي ما انا قلت لك، اللي هو البيزنس والتسويق، وانت اصلا لسه بتبدا.
ففكرة انت تخش وتدوس انت بنفسك فريلانس هي حاجه وحشه جدا. انا اللي انا بنصحه عشان تبدا تشتغل، رقم واحد تدور على مكان تتدرب فيه، وبقولها لنفسي لو راجع بيها الزمن كنت ادور على مكان اتدرب فيه. فاهم قصدي؟ لان كان هيختصر عليا الوقت والمجهود اللي انا كنت عملته في الاول عشان اصلا ابدا اكبر. يعني انا قعدت مثلا سنه ونص 2 عبال ما يعني خلينا اقول ايه بقيت شخص فاهم على الاقل وعارف يتعامل. كان ممكن في شهر او 2 بس في شركه قويه مع منتور قوي كان يظبط لي الدنيا دي كلها حرفيا. واصله فكره؟ واتعلم بقى واجرب وبجرب ومش بضيع فلوس العملاء، لان انا في حد مشرف عليا بيتابع اللي انا بعمله، فانت مش بتضيع فلوس الناس. واصله فكره؟ ده غير ان شركه التسويق كده كده دارسين ماركتنج وبيزنس وهكذا، فهم بيبقوا مكريتين لك الكونتنت والافكار والاستراتيجيات اللي انت اصلا بتنفذها مش اكتر، وانت بقى بتبدا تحلل وبيعلموك وكده، فبيوفروا عليك وقت ومجهود كبير. فانت بنصح ان انت دايما اول فتره في حياتك انزل فيها تدريب. بس هنا برضو مم. ده من ضمن الحاجات اللي انا تمام. عشان اوصل ان انا بتعلم خلال. التدريب هيديك الحته بتاعت ارض الواقع بقى، اللي هو انت بالظبط، بتطبق بس بالظبط. برضو انا معلش اصلا احنا بنتكلم في مجال خطر شويه، يعني انت بتتحكم في فلوس عملاء. وصل الفكره؟ المجال نفسه خطر. يعني انت مش بتعمل تصميم لواحد، مش بتعمل فيديو، افرض الفيديو ده طلع وحش او حاجه عادي يعني مش قصه، لا انت بتصرف بادجت ضخمه، ممكن الراجل ده يبقى عانى اصلا فتره كبيره عشان يجمعها عشان يعمل منها مبيعات، فانت ضيعتها له بكل سهوله. تمام. بس انا بتكلم، انا خلاص اتعلمت فاهم. واتدربت ونزلت على ارض الواقع وكل حاجه. فاهم. انا بتكلم انا دلوقتي، خلينا انا م. اتدربت مع قطب في الشركة بتاعته واشتغلت على بدل العميل حلو. 1000. تمام. تمام. فانا لما ابدا اشتغل مع نفسي انا مش هينفع اسوق لنفسي بالعملاء اللي حلو. كنت ما انا بشتغل ما انا بيهم. بقول لك بقى الطريقه اللي هي تمشيها ازاي، أنا لسه هكمل لك. فاهم قصدي؟ لسه ما كملتش اصل الموضوع. فاحنا رقم واحد بنعمل ايه؟ بننزل اول نتدرب عشان ناخد المهارات العمليه بقى والدنيا بتمشي ازاي وازاي احلل، والكلام ده بيتطبق بقى على اكونتات فعليه، والاكونتات دي ممكن يبقى فيها بقى ارقام كبيره وارقام صغيره ومعاك مشرف، فانت مطمن اللي هو يعني مهما حصل في حد هيلحق وراك. وصل الفكره؟ مش هتضيع الناس اللي معاك. خلاص اتعلمت واتمرنت كده، ابدا بقى بعد كده براحتك بقى، عيش حياتك. عايز تتعامل فريلانس، عايز تكمل في الشركه كمل. فاهم قصدي؟ اسهل حاجه يعني لما تبقى البيزك بتاعك قوي ودارس بشكل قوي وتنزل شركه تقدم فيها، هتلاقي فرصه قبولك سريعه جدا. انت داخل لهم اصلا متعلم بيزنس وتسويق، خد بالك، ودارس ميديا باينج ومتعلم المهارات المتقدمه، فهم ما هيصدقوا يلاقوا حد زيك. تعالى هنمرنك، لان انت سرعه فهمك واستجابتك معانا تبقى سريعه جدا. تمام. حلو. بس هو خش الهدف بقى، بتاعنا ما انا اقول لك بقى النهارده اهو. ان انا ادخل نخش دخل بقى من البيت. للجزء التاني بقى، ازاي بقى تجيب عميل وهكذا. في الطرق التقليديه العاديه اللي انت تخش، في طرق كتير عموما يعني مش هي طريقه واحده، بس خلينا نقول الطرق المنتشره اللي انت بعد ما بتتعلم وخلاص وخدت المهارات الارض الواقع وكل حاجه، تبدا بقى تخش. اول حاجه تلاقي الناس بتبعت للبراندات، تبدا تعمل ايه بقى؟ انت بقيت فاهم جامد صح، ركز في الحته دي. انت مش ميديا باير، مش بتعلم اساسيات وخلاص، لا انت دارس زي ما انا قلت لك بيزنس وتسويق وفاهم التفاصيل وعارف المشاكل فين، وتقدر لو مسكت بيزنس تعرف تحلله، تشوف المشاكل بتاعته فين. مثلا تلاقي عنده مشكله في الكونتنت، تلاقي عنده مشكله في الميزه التنافسيه بتاعته مش ظابطها خالص، تلاقي عنده مشكله في التسعير، صح كده؟ طب انت هتكتشف المشاكل دي ازاي وانت مش دارسها؟ طيب فانت لما تدرسها خلاص بقى، انت مجرد ما تمسك اي بروفايل لاي عميل، لما تيجي تعمل كيس ستادي عليه هتطلع باربع خمس ست مشاكل. وصل فكره؟ لو براند متوسط او صغير. طيب بعد ما تطلع بالمشاكل دي هتبدا تطلع بريف حلو كده يعني بالمشاكل اللي انت شفتها وازاي انت تقدر تحلها للبراند ده، وتبدا تبعتها ايه لصاحب تمام. البراند. بس احنا برضو اه. يعني ممكن تبقى النقطة اللي بتكلم فيها ما وصلتش قوي. ايه. انت دلوقتي صاحب بيزنس، حلو. جيت انا بعرض عليك خدماتي. م. انا كنت شغال مع قطب، ماشي. فعملاء قطب اللي انا كنت شغال عليهم هم بتوع قطب مش الموضوع بتوعي. هنا ملوش علاقه بقى بالعملاء. انا شفت جبتها لك ازاي. اول سؤال بيسألها صاحب البيزنس، انت اشتغلت يعني وريني جزء من حلو. شغلك. انا اشتغلت في شركه قبل كده عادي، عايز توري العملاء وري عادي وتاخد اذن من طب الشركه، مش عايز عادي. بس هقول لك بقى على حاجه، هقول لك انت بتتعامل مع عقليه جامده. يعني ايه؟ انت بتتعامل مع واحد صاحب بيزنس. صاحب البيزنس هو بيبقى فاهم شويه، عارف يميز اذا كان قدامه شاطر او لا. فلما يخش يلاقيك، ما ده بقى اللي انا بقوله لك، انت مش داخل تقول له انا هعمل لك ميديا باين، انت داخل بتوري له مشاكل اصلا عنده وبتقول له الحل. هو بتاع بيزنس فهو فاهم، يعني هو عارف اصلا ان هو عنده المشاكل دي، بس كان مستني حد ايه حلها له. يمنشن له ليها او يحلها، وهو ما كانش واخد باله منها اصلا. فانا دخلت عملت ايه؟ عرضت له المشاكل بتاعته، انت عندك نقطه ضعف في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، والحل بتاعها انا ممكن اعمل 1 2 3 4، وتبدا تقترح الحلول بتاعتك اوتوماتيك اللي هيحصل.
هو مش يسالك اصلا انت اشتغلت معاه قبل كده ولا بس لا. الطريقه التقليديه ان انا بعرض نموذج لشغل قبل كده. حلو. وخليني اقول لك ان الموضوع بقى منتشر، حلو. وبقى في عمليه سرقه كتير. دي حقيقة. تمام. مش لدرجه ان في ناس بتشتغل باسمك. تمام. فاهم. يعني انت نفسك ممكن تطلع نصاب وانت مش عارف. فاهمك جدا. تمام. اللي هو انا مثلا كنت شغال معاك، فاشتغلت على العميل 1 2 وصل. 3 4. وصل. جيت بتعامل مع صاحب البيزنس دوت. تمام. والله بص انا اشتغلت على الاكونتات ديت زي ما انت شايف اهو. تمام. فيبدا هو يثق ويلاقي ان الاكونتات وصل. شغاله كويس وبتاع. فاهم. هو واثق فيا، وانا ممكن ما يبقاش عندي برضو الحته اللي هي الجامده أوي. التركات. التركات. هي بص، فهمتك هي جدا. التركه دي اللي بتفرق. بص، ما انا هرجع اقول لك، انت هقول لك على حاجه. دايما البيزنسز الجامده اللي بتدخل ارقام كبيره قوي، هتلاقي المشاكل اللي انت هتكتشفها انت كبدايتك مش هتلاقيها. فاهم قصدي؟ هتبدا تلاقيها في الايه، في البراندات الصغننه اللي هي لسه بتستارت. فاهم قصدي؟ او اللي هي بتعمل مثلا مبيعات في اليوم، خلينا نقول مثلا ايه، 10 اوردرات في اليوم، 15 اوردر. الليفل ده عنده مشاكل كتير جدا. انت هتعرف تحلل مشاكله وهتعرف تطلعها. فهرجع اقول لك، انت هنا التحدي في اللي انت توري للشخص ده المشاكل اللي عنده اوتوماتيك وعن تجربه. اللي بيحصل ايه، هو مش بيسالك انت شغال اصلا مع مين قبل كده، هو هتلاقيه بيقول لك يلا بينا نحلها. هو مستني حد اصلا يكون فاهم. ما انت مش داخل مش فاهم، داخل فاهم ومجرب قبل كده. وصل الفكره؟ فهو يقول لك انا شغال في شركه مثلا. فاهم قصدي؟ لو هو سالك يعني عن سابقه اعمال او كده، لان الميديا باينج هو سابقه الاعمال فيه مختلفه شويه عن بقيه المجالات التانية. فاهم قصدي؟ انت بتوري نتائج انت حققتها. فاهم قصدي؟ بس ورا النتائج دي ممكن يكون في قصص كتير سلبيه عشان توصل لنتائج شبه كده. ممكن تبقى المنتج سعره صغنن جدا وبيتباع كتير مثلا، فتقول انا بعمل 100 اوردر في اليوم مثلا، مع ان تيجي تشوف بقى المبيعات او الريت بتاع المبيعات نفسه بتاع ال 100 اوردر قليل جدا. وصل ممكن يكون منتج ب 100 جنيه او ب 200 جنيه، مش قصه. فاهمني؟ الخلاصه اللي انت العميل، اصحاب البيزنس بالذات هم فاهمين كويس قوي ويقدروا يميزوا اذا كان اللي قدامهم فاهم او لا، وهيفيدهم ولا لا. فلما واحد اللي هو البيزنس بتاعه صغير مش كبير، ركز في بقوله، انت عمرك ما تروح لبيزنس كبير تقول له انا همسك لك، ان هم بيتعاملوا بارقام كبيره جدا. انت هتروح للبيزنس الصغيره اللي انت اصلا هتلاقي اللي انت قادر تطلع من عندهم مشاكل. فهو اوتوماتيك هو مش هيخاطر ببادجت ضخمه معاك، يعني هو اصلا البادجت بتاعته صغننه. فهتلاقي فكره ان هو يسالك مثلا وريني انت اشتغلت مع مين، لا انا مش مكمل، لا انت مجرد ما تكتشف مشاكل عنده وتقترح عليه حلولها وتساعده يحلها، هتلاقيه على طول دايس معاك من غير ما يسالك اصلا على القصه دي كتير. تمام. بس هنا نتيجة الحوار في الاخر ان هو العميل بيقرر يشتغل معاك ولا لا، بالظبط. على حسب هو بيشوفك فاهم بالظبط. ولا لا. هو يشوفك فاهم ولا لا. بالظبط. امتى بقى انا اه اقرر ان انا ما اشتغلش مع العميل ده؟ يعني انت تعالى بقى. ماسك ما شاء الله فاهم. شغل كتير فهمت. وتقريبا مركز شغلك الاصلي هنا في كفر الشيخ. بالظبط. تمام. فبالتالي انت اتعاملت مع عملاء كتير ده جدا حقيقي. بالظبط. جدا يعني. بص، تمام. مين العميل اللي هو لا انا مش هشتغل مع العميل ده تاني؟ بص يا صديقي، هو للاسف الموضوع ده ما بحبش اتكلم فيه قوي، بس هو عموما العميل اللي انت بتتعاملش معاه، اللي يعني ايه، اللي يقرفك شويه في حته الايه، اللي هو ده الاعلان ما جابش مشاهدات بس هو جايب مبيعات اصلا. هو بالفعل جايب مبيعات والتارجت بتاعنا مبيعات. ودايما هتقابل العملاء دي مع لو انت لسه بتبدا هتقابلها كتير. هتلاقي بيقول لك ايه، هو مبيعاته تمام وكل حاجه وبيجيب مبيعات بشكل كويس، بس اللي بيقول لك يا باشا انا مشاهدات ضعيفه، انا مش مبسوط من النتائج، ده اللايكات قليله جدا، ده الشيرز قليله. ايه علاقه ان انا اجيب مبيعات بده؟ فاهمني؟ بغض النظر ان انا البادجت بتاعته قليله. ما هو انا بتكلم على الشخص لسه بيبدا، مش بتكلم اللي هو وصل خلاص وعدى والدنيا بقت تمام. لان انت في البادجت الكبيره انت بتصرف ارقام كبيره، فاوتوماتيك بيجيب مشاهدات كتير كل شيء والدنيا بيبقى بالظبط. كبير يعني. انما انت اصلا دلوقتي بتحاول اصلا تعمله ايه، تجيب له مبيعات عاليه عشان الدنيا تدور معاه، فتلاقيه بيسالك في حاجات تانية اصلا بعيدا عن المبيعات خالص. هو ليه كذا كذا، اللي هو اصلا بعيدا عن ميديا باينج. وصل فكره؟ فتلاقيه بيكلمك في حاجات مختلفه تماما، فده كله غلط. او ده بيضطرك تعمل حاجات مش كويسه، فتبدا تلاقي نفسك بتشغل كامبين تفاعل وانا اصلا مش عايز تفاعل، عايز مبيعات عشان بس ترضيه. فاهمني؟ بقى انت خسرته واذيت نفسك الاثنين. طيب تعالى الحاجه التانية بقى، ان العميل اصلا تلاقيه بيخبي عنك المبيعات. يعني مثلا تبقى المبيعات عنده كويسه وركز في الموضوع ده، يبقى هو اصلا بيعمل مبيعات عاليه جدا بالنسبه للبادجت اللي بيدفعها، ويقول لك لا ده انا ما فيش مبيعات. فانت تعمل ايه؟ بيوترك، صح ولا غلط؟ مظبوط. فانت تعمل ايه بقى؟ تلاقي نفسك بتغير الكامبين وبتحاول تفكر في اي حاجه تانية، فتبوظ اصلا الشغل. النتائج اصلا فاوتوماتيك المبيعات بتاعته بتبوظ. ما انت خلاص هو مش مرسيك انت مبيعاتك ايه، ولا حتى بيقول لك انت هو جاب كام اوردر، ولا مبيعاته قد ايه. امتى بقى هتبدا تتبسط في الميديا باينج؟ لما تتعامل مع عملاء هم اصلا بيدوك سيستم المبيعات بتاعك. خد يا باشا،
هو واثق فيك خلاص، فاهم قصدي؟ واثق فيك وعارف شغلك وعارف قد ايه انت جامد، فبتلاقي سيستم المبيعات نفسه عندك عشان تبدا انت تتراك بقى. يعني تبدا انا بتكلم في البيزنسز، في بيزنس معتمد على المتجر الالكتروني والويب سايت وكده، فانت بتبدا قادر تحلل. بس انت في بدايتك بتلاقي ان انت رايح في السكه التانية اللي هو الرسايل بقى وكده، فبيبقى يعني بيبقى مخفي عنك الشخص ده عمل مبيعات قد ايه والكلام ده كله، فاهم قصدي؟ فعموما العملاء اللي هم مش فاهمين بيزنس ولا تسويق وبيخبوا عليك، وفاهم قصدي اللي هي الميكس اللي انا قلته ده، دول اسوأ عملاء ممكن تتعامل معاهم. انما لما يجي لك عميل لا هو فاهم وعارف ازاي يدير البيزنس بتاعه كويس، بيكون واضح معاك في كل حاجه، لا ويقول لك كمان لا ده الكامبين دي ناجحه معايا ركز عليها، لا ده الكامبين دي وحشه ايه رايك يلا نطور بيها، ما يقعدش يضغط عليك ويقرفك. العميل لان الفاهم بيريح اه يعني. لان التسويق، هو التسويق يعني هو مش واحد زائد واحد باتنين، هو رزق من عند ربنا اولا. وخد بالك عشان الميديا بايرز بتغر، وانا كنت اتغريت في فتره من الفترات، بتلاقي نفسك بتحقق ارقام كبيره جدا بالملايين وبتاع، فاهم قصدي؟ في شهر يعني لبزنس واحد مش لكل اللي معاك، فاهم حصل. قصدي؟ فهتلاقي اللي انت جامد بقى، لا يا باشا انا مفيش مني التين ده بجيب ما اعرفش ايه وتبقى تبدا تتغر وتنسى ان الرزق بتاع ربنا، اللي هو انت برضه في الاول وفي الاخر المجال بتاعنا ده ارزاق. يعني ممكن عميل اصلا كان بيعمل مع غيرك ارقام فلكيه ويجي معاك انت ما تعملوش حاجه، مع ان انت اقوى من اللي فات ومدخله باستراتيجيات اقوى. هي رزق من عند ربنا هو كاتبه، فاهم قصدي؟ الشخص ده هيخش له النهارده مبيعات بقيمه كذا، انت بتسعى وبتجتهد. وصل الفكره؟ اقصد عشان الحته دي يعني كلنا بنواجهها، اللي انت بتيجي في لحظه من اللحظات بتتغر وتحس ان انت جامد مفيش منك اتنين، لا انت مهما كنت جامد هو في الاول وفي الاخر احنا في مجال اللي هو ارزاق، يعني هو التسويق رزق من عند ربنا. دي حته انا اكتشفتها متاخر شويه. وصل الفكره؟ في عميل ممكن يجي لك هو هو اصلا جامد وكل حاجه تمام، تيجي تروح انت تلاقي نفسك بتفشل معاه مش بتنجح معاه، فاهم قصدي؟ لما خبرتك بتزيد الموضوع ده بيقل جامد جامد، يعني بيبقى 1% حرفيا، او كل سنه مره ولا كل سنتين بيبقى العميل نفسه قرفته مش كويسه معاك، او العميل نفسه دنيته مش كويسه. تيجي واحد تاني اصلا ممكن تبقى تلاقيه لسه بيبدا وكل حاجه، وتلاقي نفسك عامل معاه مبيعات اكبر بكتير، وانت نفسك مش مصدق اللي بيحصل، انت ما كنتش متصور ان ده يحصل. فنرجع هنا ان كله بيحصل بتوفيق ربنا، انت بتجتهد وبتسعى وبتلاقي ربنا بيكرمك بقى في المبيعات اللي بتحققها وما الى ذلك. الحاجه التانيه، انت بتتعامل مع عملاء. يعني ايه؟ العميل جالك وظبطت مبيعات وكل حاجه وبتجيبه مبيعات كويسه، مش شرط العميل اللي يشوف الاعلان النهارده يشتري منك النهارده، يعني فاهم قصدي؟ عشان كده تلاقي في ايام المبيعات فيها ضعيفه ومبيعات ايام فيها قويه، فانت بتسال نفسك ليه؟ عشان انت بتتعامل مع بشر، يعني انت مش بتتعامل مع روبوتات. يعني مش الاعلان هيظهر لكذا النهارده وهجيب كذا، مفيش كده يا باشا. انت بتتعامل، انت الاعلان بيظهر لناس، ممكن ابص على الاعلان واطلب اوردر، ممكن ما بطلبش، فاهم قصدي؟ وتلاقي طلب منك تاني يوم او تالت يوم عادي. فعشان كده تلاقي دايما ان في ايام الدنيا فيها جميله قوي، ايام تاني الدنيا فيها نص نص، ده طبيعي بقى، ده طبيعه سوق، فاهم قصدي؟ عشان الناس احنا من كتر ما بنتعامل مع ارقام، من كتر ما عينينا في الشاشه وارقام وتحليلات وكده، بتحس انت بتحس في فتره كده مع قوتك انت وفهمك ان انت بتلعب بالارقام. بس الحقيقه اللي هو زي ما أنا قلت لك هو توفيق من ربنا. وصلت الفكره؟ مهما كنت انت جامد، انت بالفعل ده علم كبير وبيساعدك ان انت تنجح وتتحكم في الارقام وفي الفانل بتاعتك وفي كل حاجه، وبتتحكم في ان العميل ياخد قرار او لا، انت بتتحكم في ده. بس هو في الاخر، في الاول وفي الاخر برضه ايه؟ توفيق اه ربنا. بالظبط. بس انت لو مش عامل الملامسات بالظبط بتاعتك عشان ربنا مش يوفقك، هتنجح. مش هيبقى في نتائج. بالظبط. معظم العملاء بتقلق من حاجه خطيره جدا، ايه بقى؟ انك انت مثلا بتيجي تتفق مع شركه، تلاقي الشركه دي بتقول لك يعني اديني شهرين تيست، تمام تمام. او اديني 3 شهور تيست. حلو السؤال ده. وفعلا يعني بعد حلو. ال3 شهور تيست لا ما الدنيا في فيش. البايظ خالص. انا خلاص انا كده صرفت فلوس على الفاضي. بص يا صديقي، التست لا مش شهرين وثلاثة، يعني مفيش حاجة اسمها تست شهرين وثلاثة. في حاجة اسمها تطوير النتائج في شهرين وثلاثة. يعني تحكم عليا في شهرين او ثلاثة دي ممكن، بس ان تيست يقعد معاه شهرين وثلاثة لا دي مش موجود. هي بص اقول لك على حاجة، الجواب بيبان من عنوانه. انت دلوقتي جالك عميل صح كده، انت ايه هدف الماركتنج عموما؟ ان انا ابني براند وان انا اعمل له استقرار ومبيعات، صح كده؟ ما هو يعني الاهداف الاساسيه تمام. اللي انا عايزه يبقى براند اللي هو اصلا الناس كلها بقت عارفاه خلاص ومش محتاج شهره ومش محتاج اي حاجه، ده الهدف الاساسي. والهدف طبعا الثانوي اللي هو الاساسي بالنسبه له المبيعات طبعا، عشان هي اللي هتصرف على كل حاجه حرفيا، فاهم قصدي؟ فكره ان انا اقعد شهر واتنين اعمل تيست دي ما فيش الكلام ده خالص. اسبوع ممكن اقول لك اسبوع عادي تعمل تيست وتظبط وتعمل اكتر من كرييتيف، وتبدا تتعامل وتعمل استراتيجيز بتاعتك وبتاع وتجرب، وتبدا تشوف ايه الكرييتيف الناجح وايه اللي فاشل وتبدا تطور. انما هو اصلا بيدخل مبيعات،
وصل فكره؟ يعني انت في خلال الشهرين انت بتطور، انما هو اصلا ايه، في مبيعات والدنيا ماشيه والدنيا شغاله كويس، بس انت بقى بيحكم عليك بعد شهر او 2 أو 3 بناء على التطور. يعني مثلا ايه، انا بدات معاك مثلا لقينا نفسنا بتدخل 50 اوردر زيك زي التاني عادي، بس مع الاستراتيجيات بقى اللي انت بتستخدمها، مع الكونتنت اللي انت كنت بتنشئه الفتره دي، والافكار اللي انت بتطلع بيها، والتوجهات الجديده اللي انت هتشتغل بيها، اللي انت بتديها له، لا اعمل كذا، طب يلا بينا نغير تسعيره معينه، يلا بينا نعمل كذا، طب ايه رايك نعمل في اليوم ده اوفر. الدماغ بقى. امتى اقول اه ان التطور بتاعي اه ماشي صح؟ الكيرف بتاع المبيعات هتشوفه ماشي انا ازاي بزيد، بالظبط. بس مش بزيد بالظبط. الزيادة الملحوظة. ما انا هرجع بقى اقول لك، هي بعد شهر او 2 أو 3 بيبدأ بقى يحكم بقى، يعني هو يعني ماشي، بس انت كده كده الكيرف بتاعك بيزيد. فهمت. تمام، انت لو حققت اوردر زيادة بس الكيرف هيزيد. بالظبط. فانا جيت مثلا كنت بطلع الشهر دوت 50 اوردر بس، حلو. الشهر التاني طلعت 55 اوردر. طب هل يا ترى الشهر التاني اللي طلعت فيه 55 اوردر نفس الفاليو نفس القيمه؟ دي بقى الاسئله اللي تسالها لنفسك. يعني بمعنى آه، خد بالك من اللقطه دي، عشان احنا كميديا بايرز بنلعب على حاجات كتير مش حاجه واحده. يعني ممكن تلاقينا بنلعب على قيمه الاوردر، فممكن تبقى مثلا الشهر الاولاني انت عامل 55 اوردر، بدي مثال طبعا 55 بتطلع فيهم عادي، عامل 55 اوردر في الشهر، بس ال 55 اوردر قيمتهم كام؟ 100,000. وممكن الشهر التاني وركز تكون عامل 55 اوردر برضه، بس قيمتهم كام؟ اتعاملت مع 200 عميل و300. اتعاملت مع عميل قبل كده. اه تمام، احنا اشتغلنا ب1,000,000 جنيه، حلو. وحققنا يعني صافي بقى المبيعات وكده تمام. 1,500,000. لا تاني. احنا كنا حاطين 1,000,000 جنيه كل التكاليف وكده. تمام، حلو. وبعد المبيعات يعني صافي بقى يعني ايه اجمالي المبلغ اللي جه من المبيعات اه مليون ماشي. ونص يعني انا كسبان كام؟ تمام. نص مليون بس. 500. اه تمام. تمام. تاني سنة، تمام، احنا صرفنا 1,400,000. اه انت بتتكلم على مدار السنه كمان. ده تاني سنة بقى، فهمت. 1,400,000. ان شاء الله ان شاء الله حققنا لما صافي، تتعمق اكتر هتلاقي الارقام دي تطلع فيهم. حققنا صافي يعني تمام. حققنا صافي مبيعات فهمت. 2 مليون. فهمتك جدا. تمام، هو الفكرة ان ماشي. هو شايف ان احنا يعني انا ما كنتش راضي، هو كان تدخل في تاني سنة في بعض ده الاجزاء طبعا وكده. بيزنس لسه بيبدأ صح كده. بالظبط، تمام. بس هو كان تدخل في اجزاء كتير. انا هنا اصلا قررت ان انا يعني هوقف شغل مع العميل ده، خصوصا فهمت. ان دي مش شغلتي الاساسية. فهمت. بس لما جيت ان انا اوقف شغل، هو في هم. السنة التانية بدأ يتدخل اوفر يعني. تمام. وصل. بس جه في الاخر قال لك اصل احنا حققنا يعني 600,000، احنا اكتر من السنة اللي فاتت، وصلت. احنا فهمتك. صافي ربحنا وصلت. 600,000. وصلت. تمام، مع ان انا كنت شايف يعني انا لما كنت اه صارف مليون ومدخل 1,500,000 انا كسبان 50%. وصلت. فاهم؟ تمام. انما تاني اه سنة مع بعض بس خد بالك برضو التدخلات انت وكده. بتحسبها حسبتك انت كميديا بار، طبعا بيبقى في حسابات تانية وليلة تانية في بالظبط، فانا السنة التانية م. بعد التدخلات وطبعا تغيير غيرنا كتير بسبب ارضاء العميل. ودي حاجة انا منصحش بيها طالما انا ماشي بالظبط وماشي واثق من صح شغلك وكده. مش بالظبط. مش اه مهم يعني ايه ارضاء اه العميل، كده كده وصل. العميل في اخر السنة هو هيقول فهمتك. لك كويس انك ما سمعتش كلامي. بص هو للاسف مش هقدر اديك مقياس معين تقيس بيه انت بتعلى او لا، بس هو عموما المقياس الاساسي ان انت كل شهر مثلا انت بتتطور في رقم المبيعات اللي بتدخله العميل. يعني بشكل مختصر، العميل بقى مرضي او لا دي قصه تانية، فاهم؟ وهل انت جبت اخر الموضوع ولا لا، دي برضو قصه تانية. ده بترجع لك انت، فاهم قصدي؟ هل انت وصلت لمستوى جامد قوي اللي انت خلاص انا فعلا عملت استراتيجيات كتير وجربت حاجات كتير، فاهم قصدي؟ اللي هو انت جبت اخرك يعني، وفعلا انت متقن جامد ووصلت ليفل عالي، يعني تبقى انت جبت اخرك، ساعتها اقول لك لا يعني تمام، فاهم قصدي؟ طيب والعميل هو اللي يقول برضه، هو اللي هيقول لك انا مرضي او لا، يعني للاسف برضه دي ما اقدرش انا اقولها. بس هي الفكره كلها ان الكيرف بتاعك يبقى في الطالع يعني مش في النازل، ده اهم حاجه. ايه اعلى ليفل اه ممكن الواحد يوصل له في الموضوع ده؟ لا مفيش حدود خالص، للاسف مفيش حدود خالص. يعني الدكتور حلمه يكون استشاري، حلو. المهندس نفس الوضع. توصل في الميديا باينج ايه اقصى حاجه اللي انت تكون، بص اللي انت توصل لمرحله اللي انت خبير في البيزنس والتسويق ومتخصص في الميديا باينج. انا شايف دي احلى ميكس ممكن تعمله في المجال ده، اللي هو انت دماغك بقت تقيله قوي في البيزنس وفي التسويق، فقادر تطلع كل المشاكل، قادر ركز، قادر تطلع كل المشاكل اللي تخلي الميديا باينج يفشل. الميديا باينج سهل، يعني هي الميديا باينج لما تتعلمها وتتقنها هي مهاره سهله، بس الفكره بقى انت ازاي هتلعب بيها، ازاي هتعمل الاستراتيجيات بتاعتك انت، وازاي تنجح الاستراتيجيات اللي انت عملتها. طب انت عشان تنجحها تبقى ظابط كل الايه، كل المشاكل الجانبيه اللي ممكن تخليها تفشل.
فانت تكون خبير في البيزنس والماركتنج وتعاملت مع عملاء كتير وخدت خبره كبيره قوي وحاجات فشلت فيها كتير، وتبقى انت بقى متخصص بقى، يعني انت دامج كل الخبره دي ومتخصص في ايه، انت مركز في الميديا الميديا باينج. باينج بالظبط. كنا اتكلمنا قبل كده مفيش سقف بقى في الميعاد. كنا اه اتكلمنا قبل كده ان ازاي لعيب الكرة او مم. الممثل بياخد اكتر من الدكتور. صح. وبالتالي بدأنا ان احنا نفسر ان هو السوق بيعتمد على الندرة. تمام. ماشي حلو. يعني السوق مم. بيعتمد على الندرة طبعا اه. على الندرة بشكل كبير. الحاجة النادرة فعلا بتدفع فيها ارقام كبيرة جدا بالظبط. ازاي اكون نادر في المجال؟ اللي انا قلته لك بقى ان مش كله كده، مش كله بيدرس الموضوع بشكل كامل وبتعمق جامد كده للاسف. فبالعكس انت السوق قدامك مفتوح، لان 90% بيعملوا ايه، بيتعلموا الاساسيات وازاي كريت ويلانش وازاي يعمل استراتيجيات متقدمه، بس ما بيعرفش يحل مشاكل العملاء بتوعه، ولا عارف ازاي ينصحهم، ولا ازاي يعدل، ولا ازاي يبني استراتيجيه تقيله فعلا. الفنيات دي بقى بتطلع من ايه، زي ما انا قلت لك، من بدايتك الصح اللي انا قلت لك عليه، ومن تعمقك في الحاجات دي، ده البيزنس والتسويق. يعني خلاصة الموضوع امم ان انا علشان اكون نادر ومميز هي الاساسيات اللي انا اتعلمتها في الاول خالص، سواء بالظبط، مع اساسيات التعمق البيزنس بقى. بالظبط، او اساسيات الماركتينج مع التطوير. مع التطوير والتعمق وخبرتك بقى في السوق، المشاكل اللي انت بتواجهها مع العملاء والكلام ده كله تمام. بالظبط. خلينا ننقل لنقطة تانية، حلو. وهي ان دايما العلاقة بين شركة التسويق امم والعميل، علاقة الثقة بينهم متذبذبة جدا. دي حقيقة فعلا. امتى العميل يقرر ان هو لا، انا حصل المشكلة الفلانية، تمام، او واجهنا اللي هو امتى يقول هو دي شركة مش كويسة هسيب الشركة، انا بص، عايز اصفي حسابي. انا مؤمن بمبدأ كده اللي هو الجواب بيبان من عنوانه. يعني ايه؟ فكرة ان تلاقي شركة جاية تقول لك عندي باقات، عارف انت بتسمع الحاجات دي، امم باقات تسويق، اعمل لك 4 ريل وما اعرفش ايه، 8 ديزاينات، وهنعمل دراسة للسوق وما اعرفش ايه، وتلاقي حاطط لك رقم قليل جدا وبسيط. ده تخاف على طول، يعني لازم تخاف على طول، لان دولت، هو اسألك سؤال واحد، هو حط الباكج دي بناء عن ايه؟ هل هو فعلا درس البيزنس بتاعك وشاف لا اكيد. المشاكل اللي عندك؟ لا. هل طلع لك استراتيجي وخطة وعملها وبناء عليها طلع السعر؟ لا، ده هو بالعكس، ده هو مديك الباكج. انت بتعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ انت ولا درست ولا خططت ولا شفت المشاكل فين ولا اديت رؤية ولا اي حاجة عشان بناء عليها تقول انا البادجت بتاعتي كذا. وصل الفكرة؟ طبعا مم. الشركات دي بتبقى عايزة إدارة تسويقية، هي إدارة جايبة الخطة بتاعتها بتقول لها نفذي، وبتاخد بقى منها باكج تصوير وباكج معرفش ايه. انما لو انت عميل لسه بتبدا او متوسط او حتى بدايه عميل كبير وجات شركه، وانا متاكد العملاء الكبار كلهم ما فيش حد بيروح للكلام ده كده كده، فاهم قصدي؟ انه بيبقى مر بالكلام ده كله. فعموما انت ما ينفعش تروح لشركه تقول لك انا شغاله نظام باقات وكده، الباقات ده والنظام ده مش ليك اصلا. هو الشركات كبيره عندها ادارات تسويقيه وراح على الشركه تساعدها ان هي تفاجوي بقى الكلام ده على السوشيال ميديا، لانهم بيبقى عندهم بقى الامكانيات في التصوير والتصاميم والكلام ده كله. ماشي، بس اه احنا هنا بنسأل اه ان امتى العميل بيفقد الثقة في الشركة اللي هو اصلا ما شغال انا معاها اقول لك بقاله اه ايام ما انا اقول ومحقق لك معاها نتائج. ما انا بقول لك اصلا هو يفلترهم اصلا من الاول عشان ما يقعش في المشكله. أنا بقول ازاي ما يقعش في المشكله، واقول لك ياخد القرار امتى وكده. فما يقعش في المشكله انه يشوف الاول الشركه دي خبرتها قد ايه في السوق، ونسبه فقد العملاء عندها قد ايه. ركز بقى في الحته دي، يعني العميل ده فضل مع الشركه دي لمده قد ايه؟ هل فضل شهر، 2 3 سنه، 2 3؟ المده اللي العميل فضل فيها مع الشركه لو كبيره، حتى لو سابها بعد المده الكبيره دي عادي، ممكن يكون حصل تاتش او حاجه مش قصه، بس فكره ان العميل يقعد مع الشركه مده كبيره قوي، لا يبقى كده دي شركه تمام، تمام جدا كمان. مفيش عميل هيقعد مع شركه بالسنه وبالاتنين، وركز في دي، الا لو هي بتطوره كل شهر عن التاني. ده شيء منطقي وطبيعي، فاهم قصدي؟ فاول حاجه تختار عليها الشركه معدل فقد العملاء بتاعها قد ايه. تمام. الحاجه التانية فكرها واستراتيجيتها ودنيتها، وهل هي شغاله بنظام الباقات ولا نظام الخطه التسويقيه، الكلام ده كله لازم تركز فيه. اللي شغال بالباقات والكلام تعرف على طول ان هو هيخليك تفشل وش كده، فاهم قصدي؟ هتفشل على طول. اللي بيقول لك لا انا هدرس واظبط ويقول لك مثلا انا بستارت من رقم معين، يعني ده البيزك عندي ما بقلش عنده، ده تمام، تستريح له، لان هو انت مستني منه خطه وهيديك بناء عليها بادجت، مش بادجت وبعد كده يروح يعمل خطه. طب ازاي؟ وصل الفكره؟ انا اقصد يعني مش بيديك باقه وانت تشتريها وبعد كده يروح يعمل خطه بناء على الباقه. يعني هو يعني من الاخر يعني دول بيبقوا مش دارسين كويس، وبتلاقي شغلهم كله عباره عن ايه، شويه كلام بيتكتب، شويه تصاميم شكلها حلو، اللي هو بيمشي لك الدنيا.
تمام. انا اتعرض عليا اكتر من اوبشن لاكتر من شركه، حلو. وفلترتهم بالطريقه ديت، حلو. واستقريت ان انا هشتغل مع محمد قطب ماشي. مثلا. ماشي. تمام. اشتغلت مع محمد قطب سنه كامله حلو. والنتائج مظبوطه وكله حلو. تمام. تمام. في اخر السنه اي شركه ممكن يحصل فيها دروب في اي وقت. ده اكيد. تمام. انت بالظبط. محمد قطب مثلا نتيجه عن دروب او نتيجه عن خطأ او اي حاجه، حصلت مشكله. صح. تمام. فايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ العميل اللي شغال معاك بقاله سنه وانتوا عاملين نتائج كويسه مع بعض، ساعتها يقرر حالا ان احنا نوقف شغل مع الشركه دي ونشوف شركه تانية. اللي انت تأثر في شغلك او اللي المبيعات تفضل في النازل لمده كبيره جدا، مش هيفكر فيك مهما كانت العلاقه بينكم جامده وان انتوا بتحبوا بعض جدا وواثق فيك وكل حاجه. اول لما الريت يبدا ينزل على طول بيبدا يخاف ويبدا بص ممكن يغيرك في منت وينسى كل الحاجات الحلوه. فهو رقم واحد اللي بتخليه يقرر المبيعات لو هي بدات تنزل وانت ما لحقتهاش وما عرفتش تلحقها، ساعتها هو ما ينفعش فعلا يستنى. ساعتها ممكن نشوف حد تاني، انما لو انت لحقتها له وساعدته ورجعته الوضع كما هو وفي تحسن، لان طبعا في شهور بيبقى معروف ان في الدنيا فيها في النازل وشهور تانية في الطالع، ده طبيعة سوق فاهمني. فطول ما انت الكيرف بتاعك مش كده يعني اللي هو فاهم بيعلى بشكل تدريجي بسيط، الدنيا مفيش مشاكل كبيره بتحصل كده، خلاص يبقى انت كده شغال كويس وهو واثق فيك وبيقدرك. الحاجه بقى تاني انك تاثر في شغلك، هو بيلاحظ ده بسهوله جدا، يلاقيك مره واحده ما عدتش مهتم، ما عدتش بتظبط حاجه، اللي هو الشركه نفسها ما عادش مهتمه بشغله. فاهم قصدي؟ فاهمك. المبيعات ثابته زي ما هي لفتره كبيره جدا، مفيش تطوير. انا عايز اطلع لليفل، ما خد بالك اي حد بيعوز يكبر صح كده، انا عايز اروح لليفل التاني. انا دلوقتي حققت كذا صح، افضل ثابت عليها. انا لا، انا عايز بقى اطلع عايز اكبر بقى، فاهم قصدي؟ فلو انت ما ساعدتوش انه يكبر، لا هيشوف حد غيرك يكبره اكتر، فده طبيعي. خلينا نقول الملخص ان هو من بعد كورونا بدأت ان الشركات تهتم بالمبيعات بشكل كبير علشان يكون موجود فائض اقتصادي، لو حصل اي ازمة تانية يقدروا ان هم يواجهوها. ظهرت المهارات كتير جدا انك تقدر تشتغلها من البيت، ودوت ظهرت بعد ما في جزء كبير جدا من الموظفين فقدوا او سابوا شغلهم بسبب الازمة دي. فبالتالي بقى الكل بيحاول ان هو ازاي يشتغل من البيت. تمام. بعد عمليات بحث كتيرة لقينا ان افضل او من افضل المهارات، طبعا كل المهارات كويسة، بس من افضل واسهل المهارات اللي تبدأ فيها تقصد يعني الميديا باينج. دي حقيقة. تمام. بس برضو في نقطة مبهمة، يعني احنا قلنا لازم تتعلم من البداية وتتدرب وكل الكلام ده. فانا عايز ابدأ، فهتعلم اساسيات بيزنس، تمام، اساسيات ماركتينج، وبعد كده هتعلم الميديا باينج، ماشي، وبعد كده هتدرب، وبعد كده هبدأ اشتغل. ماشي. فانا هنا بقى كل الفكرة انا مش متاح قدامي كل الحاجات دي، يعني انا مش عارف ابدا اساسيات بيزنس منين، مش عارف ابدا ازاي، مش عارف ابص منين. عندك يوتيوب بقى ستارت منه عادي. الساحه كبيره جدا ومتاهه. عشان كده تمام احنا مش بنعمل البودكاست ده او الحلقه دي بشكل متكرر. احنا ممكن بنجهز للحلقه لمده 3 شهور. فاهمك جدا. تمام. فعشان كده قبل ما الحلقه الجديده ما تنزل، احنا عايزين نبرهن ان كل كلمه اتقالت في الحلقه دي هي صح. عشان كده طيب ناوي تعمل ايه بقى يا صديقي؟ انت هتختار، انت اللي هتعمل بقى، انا ماليش فيه. تمام. اختار ايه؟ انا هدبسك دلوقتي. ماشي. احنا هنختار حد ماشي. من الكومنتات عادي، تمام، سواء على اي منصه، وانت زي ما تقول هتتبنى الحد ده. يا نهار ازرق. تمام. بص من البدايه بقى، هو بس موضوع مجهد يعني ياخد وقت. هو مجهد، بس انت الفكره ان احنا عايزين دليل للناس. انا طلعت قلت لك انت لازم تتعلم كده. طب اتعلم ازاي؟ فين؟ وصل. فاهمني؟ تمام. طب انا معيش تكلفه، انا معيش فلوس ان انا اتعلم اروح شركه او انا مثلا في مكان انا مش قادر ان انا انزل شركه كل يوم اتدرب فيها من غير مقابل مادي او حتى مقابل مادي بسيط. تمام. وطبعا عشان العالم كله دلوقتي بقى بيتعامل اونلاين، فاحنا عايزين نعمل نفس الموضوع ده. انت هتتبنى حد من عندنا لحد ما يجيب العميل بالظبط، وكل شيء يعني محفوظ صوت وصوره. الله ينور عليك. وهنبدا ننزل مراحل التعلم دي. كده مسجل خلاص يعني، انا كده كله كده انت بس خلاص كده. وكل حاجه من يعني كل خطوه هتتصور وهتنزل. كت يا ابني كت. تمام. علشان بعد فتره ان شاء الله نبص النتيجه وندي امل لاي حد عايز يتعلم. خلاص. تمام. وطبعا الفيديوهات اللي هتنزل دي هي هتبقى كمجمعه في نظام كورس، ولكن هتبقى موجوده على كل المنصات وبشكل مجاني.
مفيش مشكله. تمام. ضم. انا انا حابب موافق، اقول لك ان انا بس مجهود ضخم، بس ماشي قشطه، انا هو موافق. مجهود ضخم بس ضخم قوي يعني انت، صدقني هيكون الوقت ضيق مفيد. جدا، بس قشطه انا معاك. هو هيكون ضم. مفيد لناس كتير لا طالما هيفيد الناس كتير خلاص جدا بس. جدا جدا يعني، تمام. وهيثبت. يعني انا عايز اقول لك ان احنا مش هدفنا من ورا البودكاست دوت حتة ان هو مم. احنا عايزين كام مشاهدة، عايزين لا، فاهم. احنا كده كده شغلنا مش معتمد عليه. بالظبط. تمام. ولكن هي الفكرة في ايه؟ انت دخلت سمعتني ليه؟ انا مش مهتم، يعني انا مش مهتم ان انا ادخل اسمع قصة حياة حد، صح. ولكن انا مهتم هدخل يعني هستفاد ايه لما بعد ما اخلص البودكاست دوت. فانت حابب يبقى في تطبيق عملي حابب بقى ان على يبقى في حد كمان. استفادة، يبقى فهمت في كده. استفادة، يبقى في احنا انت عاملين تطبيق عملي بالفعل وكل الكلام ده، بس تقصد اللي هو يعني نطبق بقى قدام على الناس شخص بقى. فعلي. انا هاخد واحد زيرو زيرو حرفيا، خالص. فهمت كده. وابدا بقى انا وصل. اعلمه اساسيات وصل. البيزنس، اساسيات الماركتينج وكل وخليه ينطلق. الكلام ده. مم. الناس التانية اللي هي مش عارفة توصل لمكان تعلمها كويس او كده، هي تمام. بتتعلم منه. تمام. وصل. حلو. وطبعا انت في نفس الوقت هتكون متابع معاه، اكيد. متابع مع الناس اللي هي تتفاعل مع الموضوع ده. طب انا قابلتني مشكلة اتعلمها ازاي، فهمت. عشان احنا زي ما قلنا احنا عايزين نأثر على قد ما نقدر. يا ده يبقى موجود ضخم قوي يا عم. هيبقى يعني في ميزان حسناتك. خلصة. خليني اقول لك انا تمام. انبسطت جدا حبيبي قلبي، تسلم. جدا انا اكتر جدا والله. واتكلمنا باستفاضه. تسلم. ويا رب الحلقه دي تنزل مره واحده يا مش مساء. مش باذن مرتين. الله. واكيد اكيد هيبقى لينا لقاءات تانية، باذن الله واكيد صديقي. اكيد هيبقى حبيبي. بما اننا في نفس مجال الشغل، باذن الله. فاكيد هيبقى في تعامل مع بعض. تسلم لي حبيبي. انت نورتنا انت اكتر والله حبيبي. وعايزك تسلم. تدي كلمه لاي شاب دخل كليه وحس ان فعلا المكان ده مش مكانه، وعايزين ختامة الحلقة دي تبقى عندك انت بس مش عندنا. بص يا صديقي. لا كلم الكاميرا. ماشي. بص يا صديقي، اي حاجه بتحصل لك في حياتك هي بتبقى بحكمه من عند ربنا، انت مش محتاج تفهمها. يعني انت ما تقعدش تقول انا محتاج افهم، لا، انت ما تبقاش متضايق، اتبسط عادي واستقبل الموضوع بصدر رحب، مع ان انا عارف انت تبقى مضغوط ومتضايق والدنيا مش كويسه معاك خالص، بس تاكد ان انت دخلت في طريق ربنا كاتبه لك، هو صدقني يبقى نهايته كويسه جدا ليك، بغض النظر بقى انت دخلت ميديا باينج ده اي مجال تاني بقى. عموما اي حاجه ربنا كاتبها لك ارضى بيها واسعى واجتهد، وهتلاقي ربنا بيوفقك وبيوصلك اللي انت عايزها، وهيوريك حاجه انت عمرك كنت تتخيل اللي انت اصلا كنت توصلها في يوم من الايام. بس كده. احنا النهارده كان معانا الباشمهندس محمد قطب، حبيبي. واحد من اعلام كفر الشيخ فعلا. تسلم لي يا صديقي. وانا بجد 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 انا استفدت جدا من الكورس، تسلم لي. واستفدت جدا برضو لما قعدت معاك. تمام. حبيبي. وبجد انت اضافه. تسلم لي يا تمام. صديقي. فصدقني احنا عايزين بعد ما البودكاست ده ما ينزل تمام. في خلال اقل فتره يبقى في ناس كتير قادره انها تنافسك انت شخصيا في المجال. يلا بينا يا باشا. تمام. ان شاء الله استنونا في حلقات تانية، واتمنى ان الحلقه دي تكون فادتكم. تعليقاتكم كلها هنرد عليكم، وما تنسوش المتابعه والشير. شكرا. السلام عليكم.